تخيل معايا بطل عادي جدا ضعيف ومهمش والكل شايفه بلا قيمة، لكن فجأة كل حاجة بتتغير، سر غامض بيظهر وقوة غير متوقعة وطريق مليان دم وخيانة وانتقام، ومن لحظة الانكسار بيتحول لملك مرعب الكل بيحسب له ألف حساب. رحلة صعود بطل ملحمية فيها تحديات مستحيلة واحدة أقوى من الخيال، لكن السؤال هنا هل القوة دي هتنقذه ولا هتدمر حياته؟ لو فاكر انك اوتاكو وشفت كل انواع الابطال استنى لما تشوف التحول الحقيقي. القصة دي مش بس عن القوة، دي عن الإرادة والجنون والسعي للسيطرة مهما كان الثمن. استعد لان اللي جاي مش مجرد ملخص انمي، دي حكاية بطل هيكسر كل القواعد. واديني جبت لكم انمي جديد زي ما طلبتوا اساطير. عايز اشوف دعم خرافي على الفيديو ده ونوصله 5000 لايك في اول يوم، وقول لي تحت في الكومنتات لو عايزين الجزء الثاني في اسرع وقت. فمن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدأ الحكاية. بتبدأ الحكاية في مدينة بعيدة على الحدود، وبيحصل زلزال قوي جدا بيخوف كل عمال المناجم، والمنجم بينهار عليهم والكل بيهرب من المكان. بس في بنت بتدخل بسرعة عشان تدور على ابوها، والناس كلها بتحاول تخرج بره بس هي بتتعمق اكتر في المنجم، وابوها بيكون واقع في الارض والحطام واقع عليه. وبيجي واحد من زمايله طماع وبيستغل الموقف وبياخد الكيس اللي فيه تحويشة عمره بعد ما وقع منه، بس الراجل بيمسكه من ايده وبيحاول يمنعه بأي طريقة، والحرامي بيطلع الفاس عشان يخلص عليه. بس فجأة بيلاقي حد ولع فيه جوه المنجم، وبتكون هي دي البنت اللي كانت بتدور على ابوها. واول لما وصلت المكان حرقت الحرامي قبل ما يقتله، بس فجأة بنسمع صوت واحد بيقول عليها ساحرة، وتاني يوم بيغطوا وشها وبياخدوها على منصة الاعدام، والناس كلها بتتجمع عشان تتفرج على المحاكمة، والبت وشها متغطي ومتكتفة من ايديها ورجليها، وسكان القرية بيرموا عليها حجارة وبيضربوها بكل عنف، وبنعرف ان هم بيكرهوا الصحراء بشكل مش طبيعي. مساعدين الملك قاعدين على المنصة، والناس كلها بتطالب باعدام الساحرة وحرقها قدام الجميع، بس الوزير بوريس قاعد بيشرب ومش فارق معاه الموضوع، ومستني الحاكم يخرج عشان يدي الحكم بنفسه. وبيقول لكارتر الحارس الشخصي بتاعه ان الامير شكله كده لسه نايم، وبعدين في امير يسيب محاكمه مهمه زي ده يا جدعان، وكارتر طبعا مش بيقدر يرد عليه. وبنعرف ان القريه دي بعيده عن المملكه وسكانها بيكونوا قليلين جدا، وطبعا ظهور ساحره فجاه هيعمل مشكله كبيره وهيشكل خطر مرعب على السكان. وبيقول لكارتر واضح كده ان الامير مش بيحب المكان وشكله كده عايز يرجع للقلعه الرومانيه تاني. وبيظهر اللورد باروف مساعده مستشار الملك، وبيلاقي الخادمه طاير خارجه من عنده، ولما بيسال عن الامير بتقول له لسه نايم لحد دلوقتي. وباروف اول ما بيخش عليه بيلاقيه نايم على السفره، بس المره دي الكاس واقع من ايده على الارض وشكله كده اغمى عليه لما كتر في الشرب. بس باروف اول ما بيقرب منه بيلاقي صحي تاني، والناس كلها بره مستنياه ينطق بالحكم. والملك روم بيفضل يبص حواليه وبيقول له حكم ايه يا عم انا مش فاهم حاجه، وبيحس ان المكان ده غريب عنه اول مره يجي هنا، وبيفتكر ان كل ده حلم واسع كمان شويه، وما بيكونش فاهم هو ازاي عايش في جسم واحد تاني. بس فجاه بيحس بألم شديد في دماغه، وبعدين بيفتكر ان اللي قدامه ده باروف المساعد بتاعه. وباروف بيقول له خدامك يا كينج انت شكلك بس تقلت في الشرب المره دي، وبيطلب منه يخرج عشان يخلص المحاكمه. ورون اول ما بيقوم بيبص على القبعه اللي على الارض وبيحس ان في حاجه غلط حصلت في المكان، والناس بتشوف الامير خرج اخيرا. ورون بيحيي الشعب ومش فاهم حاجه، وبيسمع الناس كلها بتطالب باعدام البنت دي، وهو يعني مش فاهم هي عملت ايه عشان تتعدم. وباروف بيلاقيه واقف متردد قدام الناس وبيقول له انت الحكم بسرعه الناس دي عايزه تروح. ورون بيعرف ان دي الساحره اللي قبضوا عليها، وبيشوف ان الموضوع سخيف جدا ومش بينتهي بالحكم، وبيقول لهم انا تعبان جدا وعايز اريح شويه، وبيقرر ياجل المحاكمه ليوم تاني. باروف بيتعصب عليه وبيقول ان الموضوع ده بالذات ما فيهوش هزار، وكارتر بيعرفوا ان الساحره دي لازم تتعدم عشان لو فضلت عايشه هتجيب لنا ساحرات تانية اقوى منها بكتير. ورون بيعرف ان ده كارتر قائد فرسانه، وبيقول انت بتخاف من الساحرات ولا ايه يا عم انت، وبعدين لو جه ساحرات غيرها هنقبض عليهم على طول. وعمنا فوربس طبعا مش بيقدر يتكلم، والناس مش فاهمه هو الحاكم اتجنن ولا ايه. وبعدها بيركب العربيه وبيلف في القريه، وبيحاول يستوعب ان هو في عالم تاني دلوقتي، وبيبص على سكان القريه وشهم باين عليه الحزن والتعب، وشكله كده كان جوه القريه دي ومفيش اكل خالص. وبيعرف ان هو رايح القلعه الرومانيه دلوقتي، ودي القلعه اللي بيقعد فيها حاكم المدينه، وموجوده على حدود الجزيره قدام البحر على طول. واول ما بيدخل بيعرف كل حاجه، وبيعرف ان الامير اللي انتقل في جسمه شخصيه فاشله جدا، وابوه رماه على الحدود عشان يحكم الاقليم والقريه الفقيره، وده معناه ان في معركه هتبدا على العرش وهيحصل صراع كبير بين الامراء، وبتكون قدامه شجره العيله اللي بتحكم المملكه، وبيشوف ملامحه في المرايه وبيتفاجئ بالشعر الابيض، وبيقرر يستغل منصبه بما انه خلاص هيعيش هنا. وبعدها باروف بيعدي عليه على الغدا، وبيلاحظ ان الامير بياكل بسرعه كانه ما شافش اكل بقاله اسبوع ولا حاجه، وبيفتح معاه موضوع الساحره من تاني، ومستغرب ازاي سابها كده واجل حكم الاعدام. وبيعرفوا ان الموضوع ده خطير فعلا ولازم يتصرف بسرعه، لان الحراس النهارده شافوا كان بنت في الغابه شبه الساحرات ووقع منهم العمله المعدنيه دي، وبتطلع شاره الجبل المقدس والعين السحريه، وده الشعار المشهور لجمعيه
تعاون الساحرات، والجمعيه دي فيها سحرة مجانين بيحبوا يقتلوا البشر من غير سبب. بس الجمعيه قررت من فتره كبيره تجمع كل السحرة دول في مكان واحد عشان يبداوا يدوروا على الجبل المقدس. ورون بيعرف ان الجمعيه بتجنب بنات من البشر، ده غير بقى الاطفال الرضع اللي اتخطفوا من المينا. وباروف خايف حد من الجمعيه يجي ينقذ الساحره اللي عندهم، وبيقولوا دول بيسرقوا الاطفال ويقتلوهم، واكيد مش هيسيبوا واحده من عندهم محبوسه عندنا، وعشان كده لازم نعدم الساحره دي في اسرع وقت ممكن، عشان لو جابت صحابها هنا هتحصل مصيبه كبيره، ومش بعيد تحصل مجزره تدمر القريه كلها. وبيعرفوا ان البنت لما بتتحول لساحره بتكتسب قوه مرعبه، وحتى الفرسان ذات نفسهم مش هيقدروا عليها. ورون بيسالوا عن طبيعه القوه اللي عندها، ولحد دلوقتي مش فاهم هم قبضوا عليها ازاي. باروف بيقولوا ان ده حصل من كام يوم عند المنجم الشمالي، ولما البنت استخدمت السحر كشفت عن نفسها. ورون بيعرف ان هي حرقت واحد من العمال بقوه النار اللي عندها، والراجل اتحرق لدرجه انه داب زي الشمعه، واعضائه خرجت بره جسمه وبقى لحمه مشويه حرفيا، لدرجه ان هو لو شافه ما كانش هيتحمل المنظر. وده اللي خلى باروف مرعوب منها وعايز يقتلها بسرعه. بس بيتفاجئ اول ما رون بيقول له انا عايز اقابلها، وبيقول له استنى يا كينج انت اتجننت ولا ايه؟ وبعدين رون بيساله انتوا ليه عايزين تعدموها؟ مش المفروض عقاب الساحرات ان هم يتحرقوا ولا ايه؟ باروف بيعرفوا ان الساحره دي ما بتخافش من النار، بس الملك مصمم برضه يروح يزورها في السجن، وبياخد معاه كارتر وباروف عشان يحموه. وعمنا باروف بيكون لسه خايف، وبيقول ليه على الباقي يا كينج وتعالى نرجع القلعه بتاعتنا. وبيعرفوا انها مربوطه بسلاسل بس في خطر عليه برضه. ورون بيقول له لو ما عرفتش تواجه الشر عمرك ما هتهزمه. وبيقول لكارتر انا كنت فاكر انك فاهم الحكمه دي. كارتر بيقول له انت ما بتعرفش قوتها عامله ازاي. وبعدين التهور عمره ما كان شجاعه. رون بيقول له معنى كده ان خصمي لو قوي المفروض اخاف منه ولا ايه؟ وكارتر بيلاقي شكله وحش بعد كل اللي قاله. وبعدها بيوصلوا عند الزنزانه اللي فيها الساحره، وبتكون متكتفه بالحديد من كل حته. ورون بيلاقي لسه صاحي لحد دلوقتي، وبيبص عليهم الثلاثه من بعيد وجواهم حذر شديد. والساحره اول ما بتقف على رجليها عمنا كارتر بياخد ودعيه القتال، بس رون بيقول له اهدى شويه يا عم الحاج انت، وبيعرف الساحره على نفسه، وبيقول لها ان الملك رون حاكم البلد دي، وكمان هيبقى الامير الرابع لمملكه القلعه الرماديه. وبيعرف ان البنت اسمها اني، وبيسالها عن اللي حصل في المنجم من كام يوم، وبيطلب منها تحكي له كل التفاصيل. واني بتعرفه ان ابوها عامل في المنجم ده، ولما المنجم انهار كان لسه جواه، وسمعت الزلزال وجريت بسرعه عشان تلحق تخرجه، بس ابوها اتحشر تحت الصخور وما كانش عارف يطلع. وكان معاه واحد تاني من العمال شغال هناك، وحاول يسرق كيس الفلوس اللي كان مع ابوها، وده كان اخر يوم ليهم في الشغل، والكيس ده فيه تحويشه سنه كامله. والراجل ما صدق لقى الكنز قدامه، وابوها مسكه من رجله وحاول يقاوم، بس الراجل الشرير ده قرر يخلص عليه، وده عشان يسرق الكنز بتاعه ويهرب بسرعه. واني اول لما وصلت شافته ماسك الفاس وخلاص هيقتله. ورون اول مره يعرف انها كانت بتدافع عن ابوها، وبيعرف ان اكيد في حد بلغ عنها لان محدش كان جوه المنجم وقت الحريق. ورون بيقول لهم انا عايز اعرف مين اللي عمل كده، وعمنا باروف بيقرب منه وبيقول له ان ابوه هو اللي بلغ عنها. ورون مش مصدق الهبل اللي بيحصل، بس باروف بيعرفوا ان المجنون ده عمل كده عشان خاطر المكافاه، لان القانون عندهم بيدي 25 قطعه ذهبيه لاي حد يبلغ عن ساحره، وال25 قطعه ذهبيه دول يخلوه يعيش 5 سنين من غير ما يشتغل حتى. وكمان هو راجل كبير ورجليه اتكسرت فمش هيعرف يشتغل تاني قريب، فابوها طلع خنزير حرفيا بس لعبها صح يعني. ورون عايز يعرف من اني ازاي قتلت العامل في المانجا. اني بتعرفوا ان استخدموا قوه الشيطان، ورون بيطلب منها يشوف القوه دي بنفسه، بس باروف بيعرفوا ان هم لو فكوها هتخلص عليهم كلهم. واني بتعرف ان رون اول مره يقابل ساحره في حياته، وبتعرفوا ان فضوله ده ممكن يقتله، وبيقول انت لو شيطانه شريره فعلا كنت قتلتينا كلنا، والوحيد اللي كان لازم يموت هو ابوك بصراحه. وعمتنا اني بتعيط بسبب اللي قاله، وبيلاحظوا ان هم معلقين في رقبتها حجر سحري، وده عشان يمنع خروج قوتها لحد ما تتعدم. وعمنا رون بيقرب منها وبيكون متعاطف معاها جدا، وبيقول انت شكلك بنت غلبانه فعلا او شيطانه من الجحيم وجايه تمثلي علينا. وبيقرر يشوف ده بنفسه وبيقطع السلسله اللي فيها الحجر السحري، وكارتر بيشد لورا بسرعه بسبب الجنان اللي عمله. واني بتخرج قوتها الحقيقيه وبتولع في المكان كله، وكلهم واقفين بره، وكارتر بيقول يلا نهرب، بس رون بيلاحظ ان النار ما خرجتش بره الزنزانه، وده دليل ان هي بتقدر تتحكم في قوتها وما كانتش ناويه تاذيهم من الاول. واني بتخرج قدامهم وقوتها بتختفي، وبتثبت لارون فعلا ان هي مش ناويه تاذيهم، وبتطلب منه يقتلها عشان تخلص من عذاب السجن ده. وعمنا رون بيغطي جسمها بعد ما النار حرقت هدومها، وبيقرر يسيبها تعيش المره دي عشان تشتغل عنده. واني مش فاهمه هو ناوي يعمل ايه بالظبط. وبنرجع لعمنا رون تاني يوم الصبح، وبيكون قاعد على مكتبه وبيقرا في كتاب الكيمياء، وبيلفت نظره موضوع عن درجات الحراره المتغيره، وبيقرر يتعمق في قسم الكسور الحراري، وده معناه ان الحراره بتعمل تغيرات على اي جسم من بره ومن جوه. بص انا هوفر عليك درس الكيمياء ده واختصر لك الموضوع، وكل الحكايه ان عمنا رون عايز يستغل قوه النار اللي عند اني ويطبق الكسور الحراري من خلالها عشان يستفيد بقوتها. وبيدخل عليه عمنا باروف مره تانيه، ورون بيعرف ان هو نفذ اللي طلبه منه، وجاب بنت مسجونه كان محكوم عليها بالاعدام، وغطى وشها وشنقها
قدام الناس على اساس ان هي ساحره، وبكده محدش هيعرف ابدا ان الساحره لسه عايشه. وعمنا روم بيطلب منه يجهز له شويه بيانات مهمه، وبيعرفوا انه عايز تقرير يلخص حركه التجاره في المدينه كلها، وكمان كشف بكل الارباح والضرايب بتاعت السنه اللي فاتت، وعايز يعرف اخبار ورش الحديد والنسيج والفخار والمنتجات بتاعتنا بتتباع فين وبكام بالظبط، ده غير كشف بعدد السكان ومعظم الوظائف اللي شغالين فيها. بروف بيقول له انت عايز ليه كل الحاجات دي يا عم انت؟ وبيلاحظ ان الامير روم بدا ينفذ المرسوم الملكي اللي اتطلب منه، وبنعرف ان المرسوم الملكي بيتقسم على ابناء الملك، وكل واحد فيهم بياخد حته ارض في المملكه ويحكمها بنفسه، ومنهم الامير جيرارد اللي ماسك الحصن العسكري في الجبال الجليديه، والامير الثاني تيموس وده بيكون ماسك المركز الاقتصادي في فالنسيا، والاميره الثالثه جارسيا وبتكون ماسكه مدينه المينا التجاريه، واخر واحده بقى الاميره تيلي وبتدير المركز الثقافي في المدينه الفضيه، وهو مرمي في بلد فقير على الحدود ومحدش سائل فيه. وبيسال باروف عن فرصته في المنافسه ما بين اخواته. باروف بيقول ان كل واحد في اخواته واخد منطقه قويه فيها مميزات كتير، انما هو صعب يحقق حاجه في الاراضي الفقيره دي، وكمان هم مرميين على الحدود ومنعزلين عن اراضي المملكه. وعمنا الامير رون قدم لهم اسوأ اداء في الاداره كلها، ومفيش اي تقدم حصل من ساعه ما وصل هنا. رون بيعترف ان هو عنده حق فعلا في كلامه، بس دلوقتي قرر يتغير ويلاقي طريقه تخلي ابوه يعجب بيه. وبيسال باروف مين اللي بيحكم المملكه فعليا. باروف بيقول ان الحكم العيله الكاسل في ويمبلدون، بس رون بيعرف ان كل ده وهم اصلا، والحكام الحقيقيين هم كهنه معبد هرميس، ودول موجودين في المدينه المقدسه عشان الكاهن الاكبر هو اللي بيتوج الملوك الشرعيين، وده معناه ان النظام كله في ايد الحكم الديني، وهم اللي مسيطرين على كل حاجه بس من بعيد لبعيد. وفي الاخر افراد العيله الملكيه بينفذوا كل القرارات تحت عين المعبد، ورون بيقرر يبعد عنهم ويبني مملكه قويه خاصه بيه، وساعتها العرش هيكون من نصيبه. وباروف بيكون مصدوم من الكلام الكبير اللي هو بيقوله، عشان عارف ان رون عيل فاشل ومقضي شربه وغرقان في الملذات، ورون عارف ان باروف اكتر شخص مخلص للعيله الملكيه ومش هيقدر يتحمل تدخل المعبد في حكمهم طول الوقت. يعني باروف بيقول ان هو عنده حق فعلا، بس السلطه بتاعت المعبد متغلغله في الحكم من زمان قوي، وكمان بتاخد كل الدعم بتاعها من شعب المملكه. رون بيفكروا ان المعبد دايما بيكذب عليهم وبيستغل فقرهم عشان يضمن ولائهم طول الوقت، ولو قدروا يثبتوا ان المعبد بيكذب خطتهم هتنجح، وساعتها الشعب مش هيدعمهم من تاني. وبيقولوا لو افترضنا ان الساحرات فعلا مش تجسيد للشياطين، تخيل المعبد ممكن يعمل ايه ساعتها. باروف بيعرف اخيرا هو ليه انقذ الساحره، لانه عايز يستغلها في كشف حقيقه المعبد. ورون بيفكر باروف انه مساعد وزير الماليه بقاله 20 سنه، وبيقول ان لو كسبت المرسوم الملكي هخليك الوزير بتاعي، ومين عارف يمكن ساعتها تبقى دراع اليمين كمان. وعمنا باروف بيخرج وهو مش مصدق نفسه، وكارتر بيقول له ايه اللي حصل يا عم باروف جوه، وبيساله لو كان رون رجع عن فكره توظيف الساحره، وبيعرف ان في حاجه مريبه مرتبطه بالساحره دي. باروف بيعرف ان الموضوع مش ساحره وبس، وان الامير رون نفسه في حاجه مش طبيعيه. كارتر بيعرف ان الاخبار دي لو اتسربت للمعبد هتحصل مصيبه، ولو عرفوا ان الساحره لسه عايشه هنا هتحصل مصيبه اكبر واكبر. بس عمنا باروف مش بيرد عليه وبيسيبه وبيمشي بسرعه، واني قاعده في جنينه القصر وبتفكر في اللي حصل، وبتفتكر لما باروف جاب لها اوراق التعاقد مع الامير وبيطلب منها تمضي على الصفحه الاخيره، ومن دلوقتي هتبقى موظفه خاصه عند الامير وبس. وبارون بيفهمها انها هتقوم بمهمات معينه وهتاخد فلوس كمان، واني بتتفاجئ لما بتعرف انها هتاخد قطعه ذهبيه كل شهر، لان المبلغ ده بالنسبه لها كتير جدا واكتر من اللي ابوها كان بيقبضه في سنه كامله. وبتحس ان في حاجه غلط مكتوبه في العقد ده، لا انا بنت وماليش غير سمعتي برضه. بس باروف بيعرفها ان الامير هو اللي حدد المرتب، واني بتقلق ومش فاهمه هو الامير عايز منها ايه بالظبط. وبعدها بنشوف ارون بيوصل الجنينه وبينادي عليها وبيسالها اذا كانت نامت كويس النهارده، وبيعرف ان الموضوع صعب عليها بعد كل اللي مرت بيه، وكان لازم ترتاح شويه لحد ما ترجع لطبيعتها. اني بتقول له انت ليه عملت كده، ولحد دلوقتي مش فاهمه ولا انقذها، وبتحس ان هو عايز يستغلها ويستخدم قوتها. رون بيقول لها الجو جميل النهارده، وبيطلب منها تتمشى معاه شويه وهيقول لها على كل حاجه، واني بترجع تفتح الموضوع من تاني وبتعرفه ان هي قتلت شخص ولازم تتعاقب. رون بيقول لها انت ما عملتيش كده، انت انقذت ابوك من واحد كان هيقتله، وده في قانون المملكه يعتبر دفاع عن النفس، ولو كان حد غيرك كان هيعمل كده برضه. واني بتعرفه ان حتى لو سامحها هتفضل ساحره برضه، وكل الناس اللي في المدينه بتعتبرها شيطانه، ومحدش هيعترف ان هي انسانه عاديه ابدا. وعمنا رون بيحاول يلطف الجو شويه وبيجيب لها ورده بيضه شبه عباد الشمس، بس بيعرفها ان دي مش ورده عاديه وانها زهره مصممه، واني بتخاف جدا من كلامه وبترميها على طول. رون بيعرفها انه كان بيهزر معاها، وبصراحه بقى دمك تقيل يا عم رون والله، وبيعرف ان الزهره دي عمرها ما هتبقى سامه، بس هو اول ما قال لها كده رميتها من غير ما تفكر، لكن الزهره لسه زي ما هي ومحافظه على ريحتها الحلوه، بس لو في حد خدعها وقال لها ان هي سامه تصدقها على طول من غير ما تعرف الحقيقه كامله. واني بتعرف انه بيتكلم عن الساحرات، وبيقول لها ان قوه الساحره زي الزهره بالظبط، والاتنين جايين من الطبيعه ومفيش فيهم ذره شر، بس الناس هم اللي طلعوا سمعه ان الساحرات زي الشياطين. واني بتعرف انه على الله خالص ومش فاهم حاجه، وبتقول له ان قوه الساحرات دي مرعبه وصعب تسيطر عليها، وبنعرف ان هي اللي ولعت في البيت وهي صغيره، وامها ماتت في الحريقه وما عرفتش تنقذها، والمعبد كان عندهم حق في كل اللي قالوه، وان قوه الساحره شبه قوه الشيطان فعلا، والقوه دي بتقتل اي حد بيقرب منها. واني بتفضل تعيط وبتطلب منه يعدمها، بس رون بيقرر يتعامل معاها ببرود، وبيقولها لو عايزه تموتي محدش هيقدر يمنعك، بس الموت عمره ما يحل المشكله ابدا، واللي انت بتعمليه ده مجرد هروب من الحقيقه، وده هيخلي ابوها لسه ثابت على موقفه،
وشايف ان الساحرات مجرد شياطين وكل حاجه راحت منها عمرها ما ترجع تاني، بس دلوقتي قدامها تختار طريق مختلف، وهي انها تثبت للعالم ان الساحرات من حقهم يعيشوا احرار، وساعتها مش هتخاف من ناس تاني وكمان مش هتضطر تخفي قوتها منهم، وبكده هتقدر تعيش حياه طبيعيه وسط الناس. وبيكون متاكد انها بنت طيبه ومش بتحب تاذي حد، واني بتعيط وبتقول انها عايزه ترجع المدرسه وتقرا بصوت عالي في الفصل زي ما كانت بتعمل زمان وتعيش المستقبل زي ما استاذ كارل قال لها بالظبط. وروم مش فاهم يطلع من كارل ده، واني نفسها ترجع تعيش وسط الاطفال وتعلمهم القرايه والكتابه، وبتسال الامير رون اذا كان اليوم ده هيجي ولا هتفضل تحلم بس. روم بيقول لها لو فضلت في صفي هتحققي كل احلامك، واني بتقرر تسمع كلامه المره دي عشان دلوقتي ما بقاش عندها اي حاجه تخسرها. وروم بيعرفها ان اول حاجه لازم تعملها هو انها تتعلم ازاي تتحكم في قوتها، وبيدخلها مبنى مقفول عشان تبقى صاله تدريب، وطلب منها تحاول تتحكم في زاويه الهجوم ودرجه حراره النار، وقال لها اهم حاجه هو تحرق لبسك زي المره اللي فاتت. وفي نفس الوقت روم بيقرا اكتر عن الحراره، واني اول ما بترجع اوضتها بتلاقي رساله من رون، وبيكون سايب لها العشاء جنب السرير وهو لسه سهران على التقارير اللي جابها باروف، بس روم مش هو الوحيد اللي سهران النهارده. وبتظهر طاير الخادمه بتاعته في اوضتها وبتكتب رساله وبتلفها في ورقه صغيره وبتربطها في رجل حمامه وبترميها من الشباك، وشكلها كده بتنقل اخبار القصر لحد تاني، واكيد الخاينه دي هتعمل مصيبه هنعرفها قدام. فعايزك تنزل تعمل لايك دلوقتي وتشترك في القناه عشان اوعدك ان الانمي ده هياخدك في حته تانيه. وتاني يوم باروف بيروح لرون وبيعرف انه راجع كل تقارير الصناعه السنه اللي فاتت، واكتشف ان اكتر شغل بيدخلون فلوسه عمليه التعدين، وده معناه ان هم بيخرجوا كميات كبيره من الاحجار الكريمه والخامات المعدنيه، وكمان في سجلات بصفقات بتتم مع بلده الصفصاف اللي جنبهم، وبياخدوا منهم كميات من المعادن مقابل فلوس قليله، وحرفيا الفلوس دي ما بتكفيش الاكل اصلا. ده غير ان معظم المعادن اللي خرجت ما اتسجلتش في الدفاتر، يعني في نصابيه كبيره بتحصل من وراهم كل سنه ومفيش اي كشف بالتسليمات او الضرايب حتى، يعني حرفيا البلد دي ماشيه بالحب يا جدعان. وروم بيعرف ان البلد ما عندهاش اي انتاج زراعي او حيواني، وكل السكان اللي عايشين هنا شغالين في التعدين، وروم مش فاهم الناس دي بتاكل وبتشرب منين. وباروف مش مصدق انه عرف كل المعلومات دي لوحده، وكان سهران امبارح طول الليل بيراجع التقارير كلها. ورون اول مره يعرف المعلومات دي وبيعترف ان هو كان مقضيها الفتره اللي فاتت ومش عايش معاهم حرفيا، ودلوقتي قرر يتغير وهيدير كل حاجه بنفسه، وبيطلب من باروف يساعده في المهمه دي. بس باروف بيعرفوا حاجه خطيره جدا، وهي ان معظم خام المعدن اللي بينتجوه بيتبدل بالاكل مع حصن لينجستون، وبنعرف ان اللورد لونج هو صاحب الحصن ومتفق مع البارون بوريس على الموضوع ده من زمان، وبياخدوا منهم كميات كبيره من الاحجار والمجوهرات اللي بيخرجوها مقابل شويه اكل قليلين لعمال المانجا. وطبعا بوريس مشارك في النصابات دي وبياخد نسبه كبيره، وبنعرف ان بوريس كان هو البارون اللي بيحكم البلد دي قبل ما عمنا رون يوصل بالسلامه. ورون بيقول انا عارف الراجل المريب ده لانه وصل هنا واستولى على ارضه، فطبيعي يكون كاره وبيحاول يسرقه بالطريقه، بس مشكلته الوحيده انه غبي وبيبيع الخامات دي بسعر قليل جدا. باروف بيقول ان بوريس وفرسانه وكام واحد من النوبله هم سيد البلد دي حرفيا، وليهم مباني خاصه بيهم في حصن لونجستون، يعني مصالحهم مرتبطه مع اللورد لونج وكلهم في مركب واحده، بس عمرهم ما فكروا يديروا البلد دي ابدا، وكل همهم سرقه اكبر كميه من الخامات وبيعها بسعر قليل، وكمان الحصن بيديهم نسبه من الارباح بعدها. ده غير ان كميه الاكل اللي بياخدوها مش بتكفي اصلا، واقتصاد البلد قايم على التجاره مع بلده الصفصاف. وروم بيعرفوا ان هم لازم يغيروا الوضع ده بسرعه، وبيطلب منه يوقف كل الصفقات اللي بتتم مع الحصن فورا. باروف بيقول له بس احنا كده هنموت من الجوع يا عم انت. روم بيعرفوا ان البلد دي لازم تبدا تجاره عشان يقدروا يبيعوا الخامات اللي عندهم باعلى سعر ممكن، ويقدروا يشتروا كل الاكل اللي محتاجينه من بلده الصفصاف. باروف بيعرفوا ان بلده الصفصاف ممكن ترفض صفقه زي دي عشان دي اول مره ياخدوا كميات كبيره من الخام مقابل فلوس. روم بيقرر يبيع لهم الخام بنص سعره، ودي صفقه مغريه جدا مش هيقدروا يرفضوها، وبكده هيقدروا يجمعوا راس مال كويس لاول مره، وبعدها هيبتدوا يسيطروا على السوق بنفسهم، وده هيخليهم يشتروا عدد كبير من السفن، وساعتها التجاره بتاعتهم هتتوسع لاماكن بعيده في الدوله. وباروف بيعرفوا ان دي خطه جامده جدا، بس كده هيخش في حرب مع بوريس واللورد لونج وهيرفضوا يدخلوهم الحصن في الشتاء. وروم مش فاهم هم ليه بيخشوا الحصن في الشتاء يعني. باروف بيقول انت مش عايش معانا ولا يا عم انت. وبيعرفوا ان فصل الشتاء هو بدايه ظهور الشياطين، وفي الوقت ده بتتفتح بوابات الجحيم في جبل التنين الشوكي، وساعتها القمر بيتحول للون الاحمر، وبتظهر حيوانات مرعبه في غابه الضباب، ودي موجوده في غرب المدينه، والحيوانات دي بتسيطر عليها الشياطين وبتقتل الناس، والبلد عندهم ما فيهاش اسوار تحميهم من الوحوش. واول هجوم حصل في الشتاء مات في ناس كتير من سكان المدينه، ومن بعدها الناس بقت بتستخبى في القلعه هناك، وبيكونوا محميين من اسوار الحصن وفرسان النخبه، وبيفضلوا قاعدين في الحصن ده لحد فصل الربيع. وروم بيعرف ان مشكله الوحوش دي لازم تتحل في اسرع وقت ممكن عشان الشتاء لو دخل عليهم وحصل هجوم الخطه بتاعتهم مش هتكمل ابدا. وفجاه بيطلب من باروف ينادي على كارتر حالا.
وكارتر بيجيب 3 من الحراس اللي حضروا ظهور الشياطين، واول 2 دول هم اللي ماسكين دورة المراقبة، واول ما الوحوش بتظهر بيدوهم اشاره على طول. واحد منهم بيبدا يتكلم وهو متوتر جدا، والواد بيكون بيتهته في الكلام ومش عارف يتكلم، فرون بيخلي زميله اللي يحكي بداله. زميله بيعرفوا ان غابة الضباب موجودة فوق سطح الجبل، واواخر كل خريف بيخرجوا في دورات لمراقبة الوضع، ولما بيلاقوا اي اثر للوحوش بيرجعوا بسرعة عشان يحذروهم، وبعدها بيركبوا المركب وبيروحوا في اتجاه القلعة. رون بيكون مستغرب من الكلام عشان اكيد في شياطين في النهر برضه، بس بيعرف ان نهر الماء الحمراء تياراته سريعة وعنيفة جدا، وبقالهم سنين طويلة ما شافوش وحش شيطاني بيعدي منه، وبيعرف ان الشياطين بتفضل موجودة من شهرين ل3 شهور، وكل حاجة بتبدأ اول ما التلج بينزل عليهم، وموسم ظهور الشياطين بينتهي لما التلج يدوب برضه، واطول فترة سجلوها كانت من 2 سنين بالظبط، وساعتها موسم الشياطين قعد 4 شهور بحالهم، وفي ناس كتيرة قوي ماتت من الجوع، ورون مش فاهم ازاي ده حصل، والناس ساعتها كانت قاعدة في الحصن يعني، فبيعرف ان اللورد لونج بيديهم اكل على قد الخامات اللي خدوها معاهم، يعني لو الخامات قليلة ممكن يموتوا من الجوع عادي، وكل شهر بيقللوا الكمية لحد ما يستلموا منها دفعة جديدة، واخر مرة ما عرفوش يخرجوا بسبب الوحوش، وعشان كده ما يقدروش يسلموا اخر دفعة من الخامات، وفي الشهر الرابع قطعوا عنهم الاكل تماما، ومات عدد كبير من الستات والاطفال الصغيرة، وكانوا بيتفرجوا عليهم وهم بيموتوا ومحدش يقدر يعمل حاجة. ورون بيعرف ان الشخص التالت ده قتل وحشين قبل كده، والراجل بيعترف انه قتل نوع من الخنازير ونوع من الذئاب، ورون مش فاهم اللي دخل الحيوانات دي في الموضوع. الراجل بيعرفه ان الوحوش الشيطانية عبارة عن حيوانات متحولة، وبيحصل لها عملية تحول وبتكون وحوش مرعبة، والحيوان لو بيكون شرس بيكون اشرس بكتير، ولو كان قوي بيكون اقوى بكتير. وبيفتكر اول خنزير متحول شافه في الغابة، وساعتها كان ضخم جدا وعينيه لونه احمر، وشاف برضه ذئب رمادي بعد ما اتحول، وبيعرفوا ان النوع ده بيجري بسرعة رهيبة وخطر جدا، ولازم يعمل فخ كبير وقوي عشان يقدر يقتله. ورون بيفهم ان قوتهم وسرعتهم بتزيد بعد التحول، بس في الاول وفي الاخر دول مجرد حيوانات، بس الراجل بيعرفوا ان مش هم دول اللي بيخافوا منهم، وبيقولوا ان الوحش المرعب هو الوحش الهجين، لان دول تجسيد للشياطين حرفيا، وشكلهم بشع ويرعب اي بني ادم. ورون بيعرف ان هو شاف واحد منهم قبل كده، ولما ظهر قدامه عرف ان هو هجين بين النسر والاسد، وهو اللي هجم عليه وجرحه في وشه، والراجل لحد دلوقتي مش عارف هو هرب منه ازاي. والوحوش دي مختلفه عن باقي الحيوانات وذكيه جدا، وبتقدر تلاقي الضحيه وتشمها من مسافات بعيده، وبيحبوا يعذبوا الفريسه ويستمتعوا بيها وهي بتموت قدام عينيهم. بس اخر فتره ما شافوش ولا هجين واحد، والظهور بتاعهم بيكون نادر في بدايه موسم الشياطين. ورون بيسال عن عدد الوحوش اللي بتظهر في الوقت ده، فالراجل بيقول ان اقصى حاجه شافوها كانوا 3 وحوش في الموسم كله، وفي منهم اللي عنده اجنحه بس مش بيقدر يطير لمسافات بعيده، وعشان كده اسوار الحصن كانت بتعرف تحميهم. ورون بيقول انا لحد دلوقتي ما عرفتش اسمك يا بطل. وكارتر بيقول ان ده ايرون ايس، ويعتبر احد افراد عشيره موجين، ودول معروفين في المدينه برجال الرمال، وده بسبب بشرتهم السمراء، وبيكونوا بيتعنصروا عليهم يعني والبصص في الارض. بس رون بيقول طالما انت عايش عندي يبقى انت واحد من الشعب، وبيقرر يديله مكافاه على كل اللي عمله، وبيدي كل واحد فيهم 10 عملات فضيه مقابل المعلومات اللي قالوها. وبعدها كارتر بيروح معاه البرج المراقبه على الحدود، وكارتر مش فاهم هو بيحقق في الموضوع ده ليه، بس في الاخر بيعرف ان رون اتجنن في دماغه وناوي يقضي الشتاء المره دي في القريه. ورون بيعرف انه مش هو بس اللي هيفضل هنا، ده محدش من السكان هيخرج من المنطقه اصلا، وبنعرف ان عدد السكان اكتر من 2000 واحد. وكارتر بيعرفوا ان ده جنان، والحراس اللي عندهم قليلين ومش هيقدروا يحموهم من الوحوش، ده غير ان القلعه بتاعته ما تكفيش 500 واحد حتى، وحصن لونجستون هو الوحيد اللي يقدر يحميهم. رون بيقول له انا اكيد مش مجنون ومش عايز اموت هنا، وبيكون عنده خطه هتخليهم يفضلوا في مكانهم، وبيقرر يقتل الوحوش ويدافع عن قريته بنفسه. وبيعرف كارتر انه يبني سور كبير يحميهم من الشياطين. وباروف بيحكي لما رون كان في العاصمه الملكيه، وكان معروف ان هو العيل العاقل في العيله، ومقضيها شرب وبنات وما عندوش اي مسؤوليات خالص، وكان مختلف عن اخواته الاربعه اللي ليهم مكانه كبيره عند الملك. والملك قرر يرميه في المدينه دي على الحدود، وبعت معاه باروف عشان يساعده في المرسوم الملكي. وبنعرف ان الملك وعده انه يبقى وزير بعد ما يخلص مهمته، وهو ده اللي مصبره على القعده مع رون وخلاه صابر على العيشه في المكان المقرف ده. بس اول مره يحس ان الواد فيه امل، وانه اتغير من فتره وقرر ينفذ المرسوم الملكي، وبدا انه يهتم باحوال المدينه وسكان القريه. وباروف مش فاهم ايه سر التغير المفاجئ ده، وممكن يكون ده حصل من وقت ما انقذ الساحره، وفجاه ظهر ذكائه في اداره المدينه، ده غير الخطط اللي محضرها عشان يدمر الفساد المنتشر في البلده، واهم حاجه انه يخرج الدوله من تحت ايد الكهنه بتوع المعبد. وكان فاكر ان موضوع الساحرات ده مجرد اقتراح، بس رون دخل في الجد وابتدى يدرب اني فعلا، ده غير انه فضل سهران طول الليل عشان يقرا التقارير الماليه. بس عمنا باروف ما بيكونش مهتم بكل ده، واهم حاجه عنده انه يلاقي حل قبل ما الشتاء يقرب منه، عشان لو موسم الشياطين بداوا ما دخلوش جوه الحصن يبقى كله يقرا الفاتحه على نفسه من دلوقتي. وبيكون سمع من كارتر ان هم ناويين يبنوا سور المدينه، بس مش فاضل غير 3 شهور بس على الشتاء، ورون عايز يبني سور طوله يوصل ل 2000 قدم، وباروف شايف ان ده مستحيل في المده دي يعني، ومحتاجين 2 سنين على الاقل عشان يبنوا سور بالحجم ده. وبيحاول يفكر في طريقه تانية عشان يهربوا من الوحوش، وشكلنا كده داخلين على تحدي كبير هيغير مصير المدينه. وعمنا كارتر بيجمع كل العمال عشان يحضروا لبناء السور الكبير، وبيطلب منهم يروحوا المنجم الشمالي ويجيبوا عربيات حجر جيري، وبعدها بيحطوها في ارض زي الحوض وبيخلطوها بالطين، وبيستخدموا قوه عين عشان تولع فيها وتعمل لهم حجاره قويه. وعمنا رون بيشوفها طالعه من الحجر
منفجره وهدومها متبهدله، وبيكون فرحان بعد ما قدرت تتحكم في قوتها اخيرا، وبيكونوا جهزوا الخليط اللي رون طلبه منهم، وبيطلب من كارتر يقلب الخليط ده ويحط عليه جبس ويقلبه لحد ما يبقى مسحوق زي التراب، وبيعرفوا ان دي تجربه جديده من ورشه الكيمياء، وكارتر مش فاهم هو بيعمل ايه بالظبط، بس رون بياخد نفس عميق وبيشاور لاني وبيقول له تعالى اوريكي شويه سحر من عندي، واني بتفتكر ان هو بيستخدم السحر بجد، بس رون بيعرف ان النوع ده من السحر اسمه العلم، وبيحط شويه من المسحوق في الميه وبيرمي عليه الحجاره، وبيقول له يركز على الفجوات اللي بينهم ويوزعها بالتساوي، ومن النهارده لبكره هتكون اتحولت لجدار صلب جدا، وكارتر طبعا مش مصدق الكلام ده، بس يعني واثقه فيه وبتصدق اي حاجه بيقولها، وكارتر مستني يفهم هو بيعمل ايه بالظبط، وتاني يوم اول ما بيوصلوا بيلاقوا الماده نشفت فعلا، ورون بيطلب منه يجرب صلابه الماده، وكارتر بياخد الحفار وبيضرب الجدار بقوه، بس بيتصدم اول ما بيلاقي الحجر بقى صلب جدا، وبيكون فرحان بالماده اللي اخترعها عمنا رون عشان هيقدروا يبنوا السور الكبير بالسرعه اللي هم عايزينها، بس الموضوع هياخد منهم 5 سنين لحد ما تبقى قويه زي حصن لونجستون، ورون بيكون متضايق عشان الموضوع محتاج وقت فعلا، وكان نفسه يبقى عنده 10000 قصر ولا حاجه ويحط فيهم كل الناس الفقراء ويعيشوا حياه سعيده، وبيعرف كارتر انه هيستخدم الماده دي في تجديد البيوت القديمه عشان الناس تعيش في بيوت قويه تقدر تتحمل المطر والعاصف الثلجيه، وبيطلب من اني تحرق دفعه كل يوم وتجهز الماده دي، وكارتر بينادي على عمنا رون قبل ما يمشي وبيقول له الماده السحريه اللي انت عملتها اسمها ايه بالظبط، رون بيعرفهم ان هي دي ماده الاسمنت، يعني كل الفيلم ده وفي الاخر طلع اسمنت، انتوا عايشين في سنه كام يا جدعان؟ وكارتر منبهر بيه كانه طلع دهب قدامه، ده على كده لو شاف برج خليفه ممكن يموت فيها، وبعد كام يوم عمنا رون بياخد الصدمه بجد عشان عدى اسبوعين وما عملوش غير 3 متر من السور، ومش فاهم ليه عمليه البناء ماشيه بالبطء ده، وكمان عاملين السور معوج ومش ماشي مع الخط مستقيم، ده غير انه قريب من الارض ومش هيصد هجمات الوحوش، وكارتر بيعتذر له على العك اللي حصل ده، وبيعرفوا ان هو هيتحمل المسؤوليه، وبروف بيقول له اسمح لي اتكلم يا سياده الامير، وبيعرفوا ان كارتر على الله خالص ومش بيفهم ابدا في البناء الهندسي، وسور بالحجم ده محتاج مهندس معماري خبره عشان الاسمنت الجامد اللي انت عملته ده مش هيبقى ليه اي لازمه بعد كده، ومحتاجين خبير عشان يكون مشرف على البناء، ورون بيقول انت مستني يا عم بروف، روح هات لي مهندس بسرعه شوف الشغل ده، وبيكون مستعد يدفع كل الفلوس اللي يطلبها، بروف بيقول ان المشكله مش مشكله فلوس خالص ومفيش حد في البلد الكحيانه دي عنده خبره زي كده، رون بيطلب منه يدور على واحد في حصن لونجستون ويجيبه في اسرع وقت حتى لو هيروح العاصمه، ورون بيكون متعصب ومش فاهم ازاي الفكره دي راحت من باله، وفجأة بيظهر واحد ماشي في الميدان وبيبص على المشنقة بكل حزن وأسى، وبنعرف ان هو ده المعلم كارل اللي كان بيدرس لاني، وبيكون حزين جدا ومش مصدق ان هي ماتت بالطريقة دي يعني، وفي اليوم ده وصلت صاحبتها لنا للبيت عنده، وبيفوق مرة تانية لما بيلاقي حد بينادي عليه وبيطلب منه يقرا الاعلان اللي مكتوب على الحيطة، وبيعرف ان الامير لسه ناشر الاعلان ده النهارده، وكارل بيقول لهم ده اعلان توظيف الرجالة وطالبين عمال تكسير حجارة من كل الاعمار، واهم حاجة يكونوا اقوياء وبيحبوا شغل العبودية، والاجر اليومي هيكون 25 عملة برونزية، وكمان طالب عمال بناء عندهم خبره واجر اعلى، واخر حاجه طالب مهندس معماري خبره في البناء ويكون شارك في مشاريع كبيره زي القلاع والكباري قبل كده، وبيتصدم اول ما بيلاقي المرتب عمله ذهبيه في الشهر، وعمنا كارل بيجري بسرعه عشان يلحق ياخد الوظيفه، وعلى الناحيه الثانيه رون بيتصدم اول ما بيسمع الخبر ومش مصدق ان في مهندس خبره عايش معاهم في المدينه عادي، وبروف متفاجئ هو كمان عشان عارف ان كارل ده مدرس محلي عنده، بس بيدعي ان عنده خبره وشارك في مشاريع بناء كبيره، وبعدها كارل بيدخل على الامير وبيعرف نفسه، ورون بيعرف ان هو مدرس وبيعلم اطفال المدينه، بس كارل بيعرف ان هو شارك في صيانه السدود في العاصمه وكان مشرف على تصميم وبناء القصر الملكي، ده غير انه شارك في تجديد مرافق كتير في البلد، ورون بيكون شاكك انه بيحاور عليهم، وبروف بيقول له ان النقابه هي اللي بتشرف على كل حاجه في العاصمه، وبيساله اذا كان عضو في النقابه دي فعلا، كارل بياكد له كلامه انه كان عضو في النقابه، ورون بيقول له ان اعضاء النقابه دول من مهندسين النخبه، بس مع ذلك حصلت حادثه كبيره في مسرح العاصمه من 5 سنين واتهموا نقابه المهندسين بالاهمال واتعدموا كلهم، كارل بيعرفوا ان هذه القصه اللي انتشرت بس الحقيقه عكس كده تماما، وبيعرفوا ان في مسؤول في الوقت ده اداهم رشوه كبيره من العملات الذهبيه وامرهم يغيروا نوع الحجاره اللي هم كانوا بيستخدموه، وده كان سبب رئيسي في وقوع الحادثه، وفي جماعه منهم رفضوا وحذروه من الموضوع عشان الحجر اللي استخدمه اضعف وارخص من الحجر الاساسي بكتير، بس في الاخر محدش اهتم لكلامهم وبنوا المسرح برضه، وبعد الحادثه ما حصلت شرحوا كل حاجه للمحققين بتوع العاصمه، والمسؤول كذب وقال ان هم اللي اقترحوا الموضوع عشان يخفضوا التكاليف، وفي الاخر هو طلع براءه وهم اتحكم عليهم بالاعدام، وعمنا كارل عرف بالموضوع قبل ما يوصل النقابه ويقبضوا عليه، فقرر يهرب بسرعه ويجي يعيش هنا على الحدود، ومن ساعه ما جه هنا ومحدش يعرف هويته الحقيقيه، ورون مش فاهم هو ازاي مخبي هويته، ودلوقتي جاي يتقدم على الوظيفه وكشفها قدامه، بس كارل بيكون عنده سبب خلاه يخرج عن صمته، بس للاسف مش هيقدر يكشفه قدام الامير دلوقتي، وبيطلب من الامير يسامحه على اللي هو عمله عشان هو هرب من العداله لما ظلموه ولبسوه تهمه مش بتاعته، وكارل بيعرف انه ما كانش قدامه اي حل تاني، ولو ما كانش هرب زمان كان زمانه ميت دلوقتي، ودلوقتي مستعد يشتغل عندهم بدون مقابل عشان يكفر عن ذنبه، ورون بياخد راي بروف في الموضوع، بروف بيقول ان الراجل
الراجل ده شكله بيقول الحقيقه، بس في نظر القانون هو مجرم وهارب من العداله، وبيقول لرون ان هم محتاجينه دلوقتي فممكن نعمله استثناء ونعفيه من العقوبه. رون بيقرر يعفيه ويعينه مهندس معماري عنده، ده بيخليه عضو في المكتب الاداري كمان، وده عشان يستفيد بخبرته في كل اعمال البناء. وبعدها بيجيب الخريطه وبيعرفوا انه عايز يبني سور حوالين الارض كلها، ويكون طول السور 200 قدم والارتفاع 15 والعرض 6، واهم حاجه يكون واسع من فوق عشان لو حب يتمشى عليه ولا حاجه. وكارل بيبدا يشرح وبيقول لازم نبني خندق الاول، وبيعرفوا انه محتاج 150 راجل عشان ينجز المهمه دي، بس الخندق لوحده هياخد منه 3 شهور، وكمان تشكيل الاحجار الكبيره ونقلها هياخد وقت كبير، يعني من الاخر سور زي ده هيخلص بعد 3 سنين ولا حاجه. وطبعا رون بيتضايق اول ما بيسمع الكلام ده، وبيقول ان الخندق لوحده مش هيقدر يوقف الوحوش. وكارل بيعرف انه عايز يبني سور يمنع دخول الوحوش قبل بدايه السنه، فبيقولوا لو الموضوع كده يبقى مش لازم نعلي السور، وبيقترح عليه يقلل الطول والعرض كام متر يعني، ولو زودوا عمال البناء ل 200 فرد هيخلص الحفر بس في شهر ونص. بس بيفتكر ان بناء الاسوار محتاج حجاره متقطعه ومستحيل يحضروا الكميه دي في وقت زي ده، وحتى لو اشتروه جاهز ياخد وقت كبير في النقل. بس عمنا رون بيكون عنده الحل وبيقول له تعالى معايا، واول ما بيشوف اختراع الاسمنت بينبهر بيه، وبكده هيقدروا يجمعوا كل الكتل الحجريه بشكل ثابت من غير ما يكسروا الحجاره او يشكلوها في قطع كبيره. وكارل بيعرف انه يقدر يخلص المشروع في نفس المده، ومنبهر بالماده دي، وبيعرف ان اسمها الاسمنت برضه. ورون بيكون محضر له ورقه فيها كل تعليمات الاستخدام، ولو محتاج اي حاجه يطلبها من باروف مساعد الوزير. وبعدها اني بترجع مع كارتر، وكارل اول ما بيشوفها بيتصدم ومش مصدق نفسه، وبتعرفهم ان كارل ده كان المعلم بتاعها وهي صغيره، وكان دايما بيحكي لهم قصص ويعلمهم القرايه والكتابه. وعمنا كارل بيبدا يعيط عشان كان فاكرها ميته، وكل يوم بيحلم بكوابيس وهي بتتشنق، وبيشكر الامير رون عشان سابها تعيش وسطهم. رون بيعرفوا ان الساحرات مش زي الشياطين، وان المعبد هو اللي طلع عليهم السمعه دي من الاول. وكارل بيقرر يقول له السبب اللي خلاه يكذب قبل كده، وده بعد ما شاف اني معاه وقرر يعرفوا الحقيقه. وبيقول له ان في ساحره تانية عايشه معاهم في البلد، واني بتعرف ان هي نانا صاحبتها، ومش مصدقه ان هي كمان اتحولت لساحره، وكده في احتمال كبير ان في ساحرات تانية موجودين حواليهم، وده ممكن يخلي السكان يعملوا حمله مطارده ويقتلوهم بسرعه. بس باروف مش فاهم ازاي رون هيتعامل مع الموضوع. وعمنا كارل بيطلب من رون ياخد نانا تعيش مع اني، بس بيعرفوا ان هي لسه بنت صغيره ومش تقدر تخدمه يعني، بس بيقعدوا ان هي لما تكبر هتكون تحت رجليه. رون بيعرفوا ان الموضوع مش زي ما هو فاكر يا عم، وانه انقذ اني عشان عايزها في مصلحه. كارل بيعرفوا ان نانا لما تكبر شويه هتساعده برضه والله، وباروف بيداري وشه وبيفضل يضحك. ورون بيعرف كارل ان اني هي اللي ساعدتهم في صنع الاسمنت، ومع ذلك رون بيقرر يقابل نانا بنفسه. وباروف بياخد باله من تفصيله مهمه جدا، وبيعرف ان البنت دي اسمها نانا باين، وعمنا باين ده بارون من طبقه نبيله عايش معاهم هنا. ورون بيطلب من كارل يجيبها لحد هنا، وبيطلب من باروف ياخدها على المطبخ على طول اول لما توصل، وده عشان محدش فيهم يلفت الانظار قدام القصر يعني. وتاني يوم نانا بتوصل وبتكون محرجه جدا، ورون بيجيب لها كيك عشان تيجي تقعد معاه، بس بتفضل واقفه مكانها وبترفض تتكلم، لحد ما فجاه بتلاقي اني نازله على السلم، واول ما بتشوفها بتجري عليها بسرعه وبتاخدها بالحضن، ومش مصدقه ان هي لسه عايشه لحد دلوقتي، وكانت متاكده ان هم بيكذبوا لما قالوا ان هي اتعدمت. وبعدها بارون بيقعد معاهم وبيسال عن موضوع السحر اللي عندها. نانا بتعرفوا ان الموضوع بدا من اسبوع بالظبط، وساعتها شافت طائر صغير رجله مكسوره، واول ما مسكته خرج من ايديها ماده غريبه وكان لونها زي الميه وشبه السلايم كده، وفجاه الطائر رجليه خفت ورجع يطير من تاني. ورون بيعرف ان هي عندها سحر الشفاء، وبيطلب من كارتر يشتري حيوانات مصابه او ميته عشان يجربوها، والحيوانات بتوصل في المكان في اقفاص. ورون بيطلب من نانا توريهم السلايم اللي خرج من ايديها، ونانا بتستخدم قوتها فعلا وبتعالج كل الحيوانات. ورون بيعرف ان هي بتعالج الجروح والاصابات بس مش بتقدر ترجع الاطراف المقطوعه. وكارتر بيقول ان قوتها نادره ومميزه جدا، والاول مره بيحس ان الساحرات دول ناس طيبين، وابتدى يفهم دماغ رون لما فكر ينقذ اني. ورون بيطلب منه يرجع نانا البيت مره ثانيه، وكل يوم يجيبها هنا في نفس الميعاد. وكارتر بيقول له طب ما تخليها هنا بدل الفرادة دي يعني. نون بيعرفوا ان نانا من عيله البارون، وكمان ما حدش من اهلها يعرف ان هي ساحره اصلا. وكارتر مؤمن ان خطه رون تنجح قريب، وهيقدر ينقذهم من هجوم الشياطين اللي على المدينه، بس ما يعرفش ان الشياطين الحقيقيين موجودين حواليهم. وبنروح بعدها لمدينه المينا، وبتظهر الاميره جارسيا اخترون الكبيره، وبيجي الخادم بتاعها وبيعرفها ان اسطول الشراع الاسود لسه راجع، ونجحوا في سرقه اسطول تجاري جاي من فالنسيا، وطبعا البضاعه اللي سرقوها غاليه جدا، ده غير الاسلحه اللي ممكن تغطي كتاب كامله من الجنود. وجارسيا بتساله عن اسم قبطان الشراع الاسود، وبتعرف ان هو ديريكو، وبتقرر تديله لقب فارس، وبتدي اسطول الشراع الاسود كل الغنائم اللي سرقوها هديه، وطبعا ده يفرح ديريكو الاسطول بتاعه. وبنعرف ان طاير شغاله معاهم وزرعينها في بيت الامير رون عشان يراقبوه، وقالت لها ان حبوب السم ما اشتغلتش بعد ما حطيتها في المشروب بتاع رون، وخلته بس ينام شويه وبعدها صحي تاني. جارسيا بتتعصب جدا من الكلام ده، بس بتقرر تديها فرصه تانيه، وبتطلب منه يبعت لها حاجه من حاجات اختها اللي خطفوها. وبتعرف ان انبيس الكيميائي هو اللي عمل الحبوب دي، وقال ساعتها انها بتدوب في الميه واللي بيشربها بيموت على طول. وطبعا بعد الفشل ده بتطلب منهم يعدموه فورا، والواد ما بيكونش فشل ولا حاجه، بس هي ما تعرفش ان رون الموجود دلوقتي مش اخوها اللي تعرفه. وتاني يوم بتكون وصلت سفينه موارد من مدينه بيلدو، وبعدها بيوصل سفير حصن لونجستون
لونجستون ومستغرب اللي جاب السفينه لحد الارض دي. وعلى الناحيه الثانيه باروف بيكون قاعد مع الامير وبيعرفوا ان بناء السور الضخم ماشي زي الفل، والمهندس كارل هيسلمه في الميعاد اللي اتفقوا عليه بالظبط. ورون بيعرف ان موضوع تجاره الخامات ظبط المره دي، وسفينه الاكل وصلت مدينه بيلدو النهارده، وده بعد ما وافقوا يشتروا منهم الخامات بنص السعر، وكميه الاكل اللي معاهم دي هتكفيهم طول فصل الشتاء. وباروف بيحسب التكاليف بعد ما اشتروا الاكل منهم، وبيلاحظ ان المبلغ اللي باقي معاهم قليل جدا، والموضوع لو طول اكتر من كده هيأثر عليهم اكيد. ده غير ان معظم النفقات جايه من خزنه الامير رون بيعرفوا ان دي فتره مؤقته لحد ما خطتهم تنجح، وساعتها المانجا ما يرجع يشتغل ويرجعوا لانتاج الخامات تاني. بس باروف بيكون خايف من الدوق ريان حكم حصن لونجستون، عشان كده هيقطعوا معاه في تمويل الخامات بتاعته. ورون بيعرف ان السفير وصل القصر اخيرا، وبيفتكر ان الاكل وصل من بيلدو من شويه، فبيقرر يعمل حركه ذكيه عشان يلفت نظر السفير، وبيعزمه على الغداء وبيحضر له وليمه كبيره. والسفير بيتر مش مصدق كميه الاكل واللحوم اللي قدامه، وبيلاحظ ان الامير رون بياكل بعيدان خشبيه، ورون بيعرفوا ان العيدان دي بيصطادوها في الاكل. ومعلش بقى احنا فقراء ما عندناش شوكه وسكينه زيكم، فبنصح الشعب ان هم يشتروا العيدان الرخيصه دي وياكلوا بيها. وبيقول له معلش بقى يا عم بيتر الاكل مش قد كده. بيتر بيقول له ما تقولش كده يا امير، ده انت كريم جدا، وكمان انا عمري ما شفت اكل زي ده في الحصن عندنا. ورون بيلفت نظره ان الاكل ده لسه واصل من مدينه بيلدو، وبيتر بيكون متوتر جدا ومش عارف يتكلم ازاي. وبعدها بيقعدوا عشان يتكلموا في الشغل مع بعض، وبيتر بيعرفوا انه ميعاد تسليم الشحنات عدى من فتره كبيره. رون بيقول له ان في حادثه حصلت في المنجم الشمالي وموقفين انتاج الخامات بقالهم فتره طويله، فمش هيقدروا يسلموا الكميه اللي متفقين عليها، والكميه اللي معاهم حاليا انتاج شهرين بس مش اكتر. وبيتر مش فاهم هو ليه ما سلمش الكميه لحد دلوقتي. رون بيقول له ان الكميه دي مش هتكفي اكل شهرين، وبيفكروا بالناس اللي ماتت عندهم في الحصن من سنتين فاتوا، وده عشان كميه الاكل كانت اقل من كميه الخامات اللي بعتوها، ومش هيسمح لحادثه زي دي تتكرر تاني في وجوده. وبيقرر يلغي تجاره المؤيد ده بينه وبين الحصن. وبيتر مصدوم بالكلام ومش مصدق اللي هو بيسمعه، وبيعرف كمان انه باع الخامات دي لمدينه بيلدو واشترى منهم اكل يكفيه فتره الشتاء كلها، ودفع عملات ذهبيه غير صفقه الاكل اللي خدها منهم مقابل المجوهرات. وبيقولوا ان التجاره مع بيلدو جت في مصلحه البلد، ودلوقتي مش محتاجين اي حاجه من الحصن بصراحه. عمنا بيتر بيحاول يقنعه بطريقه تانية، وبيعرفوا ان بيلدو مش هتقدر قيمه الخامات اللي عندهم، وعشان كده اكيد اشتروها بنص الثمن، وبيعرفوا ان دي خساره كبيره ليهم. ده غير ان حصن لونجستون شغال في المنطقه الغربيه بقاله قرون، وهم اكتر ناس بيستهلكوا الخامات دي وبيتاجروا فيها، وعلى المدى البعيد محدش هيقدر ياخد منهم كميات كبيره زي الحصن ابدا، يعني لو رفض يبيع دلوقتي هيخسر كتير في المستقبل. وعمنا بيتر بيعرض عليه صفقه مغريه، وبيقولوا ان هو هيشتروا منه الخامات بالعملات الذهبيه زي ما هو عايز، بس هياخد خصم 30% عن سعر السوق، ودي هتكون صفقه قويه ومربحه ليهم هما الاثنين. ورون سمع قبل كده ان بيتر تاجر شاطر وسمعته سباق، وبيعرفوا انه ما عندوش مانع يفكر في الموضوع، بس ده لو قدر يقنع العائلات السته اللي بيديروا الحصن، ولما ياخد منهم قرار بالاجماع يبقى يرجع له تاني. وعمنا بيتر بيفتكر حاجه مهمه وهو ماشي، وبيعرف رون ان فاضل شهرين بس على موسم الشياطين، ومدينه بيلدو بعيده جدا عنهم، ولو فكر ينقل السكان هناك رحله هتكون خطر جدا. رون بيقول له انت فاهم غلط يا صاحبي، محدش من السكان يخرج من بيته طول موسم الشياطين، وكمان هو مش ناوي يوديهم للحصن حتى. وبيقول له السنه دي هنبني سور كبير عشان نحمي المدينه من الوحوش، وكمان دي هتبقى الحدود الجديده لمملكه كاسل. وبيتر بيعرفه ان القرار ده هيأثر على حياه شعبه، ولو حصل اي حاجه مش هيلاقي مخرج او حد يحميه. رون بيقول له ما تقلقش يا عم السفير، كل حاجه هنا تحت السيطره. وبيتر بيرجع تاني على الحصن بعد ما خد الصدمه، وعمنا رون بيرجع يشرب النبيذ مره تانيه، وبتظهر حاجه في اخر الكاس مش بياخد باله منها، وبنروح للدوق ريان في حصن لونجستون. وبيتر بيعرفوا كل اللي دار في المقابله مع الامير، ورون قال له انه باع كل الخامات اللي معاه لمدينه بيلدو، ده غير انه اشترى اكل يكفي المدينه كلها طول فصل الشتاء، وقال له كمان ان في موسم الشياطين الجاي مش هيجي الحصن بتاعهم، والناس مش هتخرج من البلد طول فتره الشتاء عشان بيبني سور كبير هيحوط المدينه كلها، وهيقود شعبه عشان يحاربوا الوحوش الشيطانيه. وكمان السور ده هيبقى الحدود الجديده لمدينه كاسل. واحد من الموجودين بيتعصب من الكلام ده، شايفين ان السور المدينه ده ملوش اي لازمه، اكيد مش هيقدر يحميهم من الوحوش الشيطانيه، وبعدين هو فاكر ان شويه صخور وطين هيعملوا حاجه ولا ايه. وطبعا لو فكر يبني سور عالي هيقع على دماغه، وبيفتكروا ان دي حركات مراوغه من الامير عشان يعلي سعر الخامات بتاعته. والسفير بيتر اتضحك عليه في المقابله دي يعني، بس واحد تاني بيكون شايف الموضوع في مصلحته، عشان رون لما هيفشل هيجري على الحصن على طول، وساعتها هيتحايل عليهم ويكون تحت رحمتهم حرفيا، ولو مات هناك هتبقى مصلحه ليهم برضه. وريان بيتعصب وبينادي على بوريس، وبيقول انتوا تعرف عن السور ده يا خنزير انت. بوريس بيقول له ما اعرفش حاجه والله، انا اخر حاجه سمعتها ان الامير كان طالب عمال بناء كتير، وكان فاكر ان هو بيجدد الجنين او حاجه في القصر عنده، وما يعرفش اي حاجه عن موضوع السور، وبيكون خايف من رد فعل ريان على الموضوع، وبيسال بيتر اذا كان شاف السور وهو راجع. بيتر بيعرف انه راح يتحقق من الموضوع بنفسه فعلا، وشاف ناس كتير موجودين هناك والسور بيتبني، لانه لاحظ ان السور بيتبني بسرعه مش عاديه، بس خد باله ان السور برده مش كبير قوي وصعب جدا يمنع الوحوش من دخول المدينه.
وفي نفس الوقت الامير رون مجمع السكان كلهم في الميدان بتاع القريه، وبيعرفوا ان الامير جاي يقول لهم خبر مهم النهارده. والامير رون بيخش عليهم وهو لابس الزي الملكي، واني قاعده في مبنى المحاكمه وبتراقب اللي بيحصل من فوق، ونانا بتكون وصلت المكان مع ابوها البارون باين. ورون بيعرفهم بنفسه مره ثانيه وبيقول لهم انه الامير الرابع لمملكه كاسل وجمعهم النهارده عشان يبلغهم بخبر مهم، وبيعرفهم ان سفير حصن لونجستون وصل النهارده وجاي يهدده عشان ياخد منه دفعه الخامات اللي اتفقوا عليها، وبيفكرهم ان المنجم اتهدم من شهر بسبب الزلزال، ولحد دلوقتي عمليات التنقيب والتعدين متعطله في المكان كله، وكده مش هيقدروا ينتجوا كميه الخامات المطلوبه. وكان فاكر ان السفير يفهم الازمه اللي بيمروا بيها وهيديهم حصتهم كامله من الاكل عشان يستعدوا لفصل الشتاء، بس كلهم بيتصدموا لما بيعرفوا ان السفير رفض يديهم الاكل. والخبر الاسوأ ان الشتاء السنه دي هيكون اطول من السنتين اللي فاتوا، وموسم الشياطين هيكون 4 شهور المره دي، ولو الوضع فضل بالشكل ده هيموتوا من الجوع. وبيفكرهم بالحادثه اللي حصلت من سنتين فاتوا، وبيذكرهم بكل الناس اللي ماتت في حصن لونجستون، وكل اللي ماتوا كانوا قرايبهم واصحابهم، والمره دي الامير مش هيسمح ان الحادثه تتكرر تاني. وبنرجع لبيتها مره تانيه، وبيعرف ران ان الحركه اللي عملها رون مرتبطه بالتجاره اكتر، وهدفه النهائي انه يجبرهم على التجاره بالعمله بدل الاكل، وده طبيعي لان هو ده الهدف من المرسوم الملكي، ورون لازم يعمل كده عشان يثبت نفسه بين اخواته الامراء. وبيتر بيعرفوا ان الصراع مع عيله كاسل مش هيجيب نتيجه، ولو اشتروا منهم الخامات بالسعر اللي اتفقوا عليها يبقوا كسبانين برضه، وكمان خطته لو نجحت والسكان ما خرجوش في فصل الشتاء هتبقى مصلحه ليهم، وهيوفروا كميه الفلوس اللي بتتصرف على محاربه الوحوش كل سنه. ده غير ان في ارض كبيره بين الحصن ومدينه الامير رون، ولو الارض دي اتزرعت هتكون كلها ملك الدوق ريان، عشان كده الامير رون مش هيفضل هنا للابد، والمرسوم الملكي بتاعه هينتهي كمان 5 سنين، وساعتها الدوق هيبقى عنده اكبر اقليم في المملكه كلها. وبيتر كمان بيفكر يبعت عمال عشان يساعدوه في بناء السور، وكده هيقدروا يقاوموا الوحوش مع بعض. وطبعا كلهم بيفضلوا يضحكوا على الكلام التعبان ده، بس ريان شايف انه كلام منطقي بالنسبه لتاجر زي بيتر، والتجار مش بيركزوا غير على المكسب والخساره بس. لكن ريان بيعرف بيتر انه ما وصلش للمكانه دي بالساهل، ومش موافق انه يتاجر مع واحد مش هيقدر يسيطر عليه، واي حد تحت حكمه وفكر يعصيه هيتعاقب على طول. ده غير ان المدينه بتاعت رون مش فارقه معاه اصلا، وكل اللي يهمه في الموضوع ان هي ارضه لازم يرجعها من تاني، ومش هيسمح لامير تافه زي ده انه يسيطر عليها. ورون لسه بيخطف الشعب وبيقول لهم الحقيقه، وبيوريهم الاكل اللي اشتراه عشان يكفيهم طول الشتاء، والناس بتفرح بالخبر جدا، وده عشان مش هيموتوا من الجوع السنه دي. ورون بيوعدهم ان اللي حصل قبل كده مش هيتكرر تاني، وبيعرفهم كمان ان حصن لونجستون مش يدخلهم السنه دي، وان هم هيفضلوا فصل الشتاء هنا، وبيعرفهم ان بيبنوا سور كبير عشان يحميهم من الوحوش. وطبعا بيكون عارف ان هم قلقانين من الموضوع ده، بس بيشجعهم اكتر عشان يحاربوا معاه ويعدوا من الازمه، وبيقول لهم ان الوحوش الشيطانيه زي الحيوانات البريه ومش هتقدر تعدي من السور وتخترق الصخور بتاعتنا، وبيعمل فيها بطل وبيقرر يتحدى الوحوش بنفسه، وبيطلب منهم يساعدوه في الحرب دي بسرعه، وبيقول لهم اي حد يقدر يستخدم السلاح لازم ينضم ليهم، وده عشان يدافعوا عن بلدهم والكل يعيش في سلام. وبيعرفهم ان كل اللي هينضم للجيش ياخد 25 فضيه في الشهر، ولو حد لا قدر الله مات في المعركه عيلته هتاخد 5 قطع ذهبيه كتعويض. وبيلاحظ ان الناس مش متفاعله معاه زي الاول، وبيقول لهم انتوا عايزين تموتوا من الجوع جوه الحصن ولا تنضموا ليا ونحارب عشان نحمي بلدنا؟ وكلهم بيتحمسوا اخيرا وبيشجعوا الامير رون. واني اول مره تشوف رون بيتكلم بالجديه دي كلها، وواضح كده ان الخطه بتاعته هتنجح قريب. وبعدها بيقعدوا مع بعض واني بتساله عن حاجه في الكيمياء، وده بعد ما قال ان الهواء اللي حواليهم بيتكون من غازات كتير، وكارتر كالعاده مش مقتنع بالكلام ده، مش فاهم ازاي الهواء جوه انواع كتير من الغازات. وعمنا رون بيقرر يعمل لهم تجربه عمليه بنفسه، وبيخلي اني تولع شمعه في وعاء خشبي، واول ما بيغطي الشمعه بالكوبايه بتطفي على طول، وبيطلب مننا تملى الوعاء الخشبي ده بالميه، واول ما بيرفع البرطمان الدخان بيخرج من الميه على طول، وده اثبات ان الهواء فيه غازين مختلفين عن بعض. وكارتر بيتاكد ان رون معاه حق فعلا، بس برضه مش فاهم ايه الفايده من التجربه دي، بس اني بتكون فهمت اخيرا، وبتقول له ان هم لو استخدموا غاز الاكسجين هيسرعوا عمليه الاشتعال، وده من اساسيات استخدام النار في الطبخ والتدفئه. بس عمنا كارتر بيكون زي من حصه الكيمياء، وبيروح يعمل كوبايه شاي عشان يروق دماغه، ورون بيعرفهم ان الكيمياء دي غيرت حياه البشر، وان في حاجات كتير في الطبيعه هم لسه ما يعرفوش عنها حاجه، ولو قدروا يجمعوا كل العناصر المطلوبه هينتجوا طاقه مرعبه بتتباع بالملايين، وهيستغلوا قوه السحر اللي عند البنات عشان ينجح التجارب دي. وعمنا رون بينادي على كارتر قبل ما يمشي، وبيتاكد ان هو اشترى مسحوق التلج اللي طلبه منه، وكارتر مش فاهم هو ليه محتاج الكميات الكبيره دي، وبيساله احنا عندنا حفله في القصر ولا ايه؟ ورون بيعرفوا انه يستخدموه في تجربه جديده، وبعدها بيرجع لاوضته بيلاقي الكاس جاهز، بس اول ما بيرفعه عشان يشرب بيسيبه تاني، وبيسمع صوت في المكان حواليه، وبيتحرك ناحيه الشباك بكل هدوء، بس فجاه بتظهر واحده من ورا الستاره وبتحط السكين على رقبته وبتهدده بالقتل. وفي الوقت ده انيا كانت سهرانه بالليل، وبتعرف ان رون بيخطط لصناعه سلاح سري، وما بتكونش عارفه تنام خالص من كتر التفكير، بس فجاه بتسمع صوت حد بيقرب من الباب، وبتعرف ان رون هو اللي واقف بره، وبيعتذر لها عشان جاي يخبط عليها في وقت زي ده، بس بيكون عنده موضوع مهم عايز يكلمها فيه. واني اول ما بتفتح الباب بتلاحظ ان ملامحه مريبه، وبنرجع بلا فلاش باك بساعه تقريبا لما البنت حطت السكين على رقبه رون، وفجاه نزلتها وقررت انها مش هتخلص عليه، وبتقول له ما تقلقش يا كينج انا كنت بهزر معاك. ورون مش فاهم مين البنت دي بالظبط، بس بيتفاجئ اول ما بيلاقي
عليها علامه الجبل والعين السحريه، وبيعرف ان البنت دي من منظمه تعاون الساحرات، والبنت ما كانتش متوقعه انه يعرف العلامه دي اصلا، وبتقول له واضح انك مثقف يا كينج وبتتابع الاخبار، وبيعرف ان هي ساحره واسمها بيلا، وبيقول لها انت اللي جابك هنا يا ست بيلا، وبيعرف ان هي جايه تشكره على كل اللي عمله، وبيفهم ان الموضوع ده مرتبط باني ونانا. واول ما وصلت المدينه عرفت ان هم قبضوا على ساحره وكانت جايه تنقذها، بس عمنا رون قام بالواجب، واتفاجئت اول ما عرفت ان البنت اللي اتهدمت ما كانتش اني، وفضلت هنا اسبوع تراقب رون من بعيد لحد ما عرفت ان نانا دخلت القصر هي كمان، وما بيكونش فاهمه هو ليه مش بيكره الساحرات زي باقي الناس، بس بتعرفوا ان هي جايه تشكره نيابه عن الجمعيه. ورون مش مصدق ان بيلا كانت بتراقبه لمده اسبوع كامل، والبنت بتقول احنا هنفضل واقفين ولا ايه؟ ما تعزمنا على اي حاجه نشربها واحنا بنتكلم كده، وبتروح تقعد على السرير بتاعه وبتشاور له عشان يجي جنبها، وبتقول له ما تخافش يا كينج انا مش بقعد زي الوحوش والله. وعمنا رون عايز يسالها على حاجه مهمه، وبيلا بتعرف ان هو مش خايف منها عشان هي بتقدر تشوف الخوف في عيون الناس العاديه، بس شايفه ان عينيه مليانه فضول ومعرفه. وبيلا بتكون وصلت هنا من اسبوع وشافت كل حاجه، وعرفت انه بيعامل اني ونانا كانهم من خدام القصر، ورون مش فاهم هي ليه كشفت هويتها قدامه، وبيقول انت مش خايفه ابلغ عنك ولا بنت انت؟ بس بيلا بتعرفه انها شافت طائر الخادمه الخاصه بيه، ودخلت اوضته من شويه حطت المشروب في الكاس، بس قبل ما تخرج حطت حاجه تانية في المشروب بس هي ما خدتش بالها، عشان كده لحقته بسرعه قبل ما يشرب من الكاس ده. ورون بيعرف ان طائر حاولت تموته بالسم، وبيلا بتقول واضح ان حريمك عايزين يقتلوه، بس رون بيعرفها ان عمره ما لمس طائر قبل كده، وبيشكره عشان انقذت حياته المره دي. بيلا بتقول له ان هي ردت الجميل مش اكتر، عشان هو انقذ اني من الموت وعدم بدل واحده تانية، وبيلا في المقابل كشفت له خيانه طائر، وبتقول له احنا كده متعادلين يا عم الكينج، وبعدها بتطلب منه تاخد معاها ناني واني بعيد عن المدينه. وعمنا رون طبعا بيتفاجئ من الطلب الغريب ده، بس بيلا بتعرفه ان هم يرجعوا معاها على جمعيه تعاون الساحرات عشان هو ده المكان الوحيد اللي هيقدروا يعيشوا فيه بامان، وكمان جمعيتهم ما فيهاش عنصريه وتمييز زي المدينه هنا، واني ونانا مش هيضطروا يخبوا هويتهم. رون بيعرفها ان مفيش حد يقدر يأذيهم طول ما هو موجود، وكمان خلى كل واحده فيهم تمضي على عقد بمرتب مغري جدا، بس بيلا بتكون شافت كل ده وهي بتراقبهم، وبتعترف ان هو انقذهم ومعيشهم في رفاهيه كبيره، بس للاسف في حاجه واحده مش هيقدر يعملها، وهي انه مش هيقدر يساعدهم في الوصول للجبل المقدس، لان هو ده المكان الوحيد اللي هيلاقوا فيه السلام الابدي. ورون بيقول لها ان رجالته اكتشفوا اثار ساحرات في الجبال الشماليه، وده معناه ان هم بيدوروا على الجبل المقدس في المنطقه دي يعني، وبيرفض يسلمها اني ونانا عشان المكان هناك خطر على حياتهم، وكمان موسم الشياطين هيبدا بعد شهرين، يعني الخطر هيزيد اكتر مع وجود الوحوش المتحوله، والجبال كلها هتتملي بالتلج وممكن يموتوا في اي لحظه، ومش هيسمح لنانا واني ان هم يخاطروا بحياتهم عشان خاطر وهم في دماغهم. بيلا بتكون متفاجئه من كميه المعلومات اللي عنده، بس ارون بيفاجئها وبيطلب منها تجيب الساحرات ويجي يقعدوا معاهم هنا في البلد ويقضوا معاهم فصل الشتاء، وبعدها يرجعوا يدوروا على الجبل تاني. بيلا طبعا مش مصدقه الكلام اللي هو قاله، وبتقول له ان ده كرم كبير منه بس عمره ما هيحصل، عشان حتى لو مش بيخاف من الساحرات غيره هيخاف منهم، ده غير ان اللي هو بيقوله ده لو اتعرف هتحصل مجزره كبيره جدا في البلده، عشان المعبد هيوصل له خبر ومش هيعدوا الموضوع ابدا. وبتعرفه انه مش مضطر يعمل حاجه بالخطوره دي يعني، واسهل حل عنده ان هو يسيبهم يروحوا معاها، بس رون بيقول لها ان هما الاثنين مهمين عنده جدا، وبيلا بتقرر تقول له الحقيقه عشان يقتنع، وبتعرفه ان حياه اني في خطر كبير وممكن تموت. وبنعرف ان الساحرات لما بيوصلوا لسن الرشد بيحصل لهم حاجه غريبه جدا في جسمهم، ودي اول لعنه في حياه اي ساحره صغيره، عشان اول ما بتوصل سن البلوغ بيظهر عليها اعراض المس، وده حرفيا بيبدا مع دخول موسم الشياطين، والاعراض دي لو ما ظهرتش البنت مش هتبقى ساحره بالكامل، بس لو ظهرت هيحصل لها عذاب كبير بسبب المس الشيطاني، والاعراض دي بتكون مؤلمه جدا لدرجه ان الجلد بيتقطع، وبيسمعوا اصوات هلاوس ممكن تخلي دماغهم تنفجر، والموضوع ده بيقعد معاهم 5 ايام بحالهم، وللاسف معظم الساحرات بيموتوا في اليوم الثاني، والدم بيخرج من كل فتحه في وشهم، وجلدهم بيتقطع ويتحرق، وبعدين بيتحول للضباب الاسود، وده الدليل اللي خلى المعبد يقول عليهم انهم تجسيد للشياطين. واني خلاص فاضل لها شهرين وتكمل سن البلوغ، ولو راحت معاهم دلوقتي هيخلوا بالهم منها، ولما يجي وقت ظهور الاعراض هيقدروا ينقذوها، وفرصه انها تفضل عايشه تبقى اكبر بكتير، وده السبب اللي خلاها طلبت منه تاخد نانا واني. وبيلا عارفه ان رون محتاجهم عشان الخطه بتاعته تنجح، بس دلوقتي لازم نساعدهم قبل ما يموتوا، ورون بيعرف ان مفيش حل تاني وبيوافق على طلب بيلا، وبيلا كانت واثقه ان هو امير طيب فعلا، بس فجاه بيلا اختفت مره واحده من المكان زي العفاريت، وبيروح يخبط على اوضه اني في نص الليل، واني مش فاهمه هو اللي جابه في الوقت ده، بس رون بيعرفها انه عايز يتناقش معاها في موضوع مهم جدا، وفي الاخر اني بتعرف الحقيقه كلها، وبتشكر بيلا عشان حذرتها قبل الميعاد، بس بتعرفها ان هي مش هتسيب القصر تاني، ورون وبيلا مش مصدقين اللي هي قالته، واني مصممه تفضل جنب رون حتى لو هتموت، وبيلا بتحاول تفهمها ان المس الشيطاني ده ممكن يموتها من العذاب، ولو اتأثرت بموسم الشياطين الموضوع هيبقى اسوأ بكتير، بس اني ما بتكونش مهتمه بالكلام الفارغ ده، وبتقرر تتحمل الوجع لحد ما تغلب المس الشيطاني، بس اهم حاجه عندها انها تفضل جنب الامير. وعمنا رون ذات نفسه مش مصدق اللي هو سمعه، وبيلا بتعرف ان هي مش هتيجي معاها فعلا، وبتقرر تفضل هنا الفتره دي، وبتعرف رون ان هي عندها الخبره وهتقدر تقدم المساعده لاني لما تظهر عليها الاعراض، بس اني بتعرفها ان هي هتقدر تتحمل اي حاجه، وبتكون واثقه جدا انها بتتكلم، بس بيلا بتقول لرون انا هكون موجوده هنا، ولو عوزت اي حاجه بس قول بيلا وهتلاقيني قدامك. ورون فرحان جدا عشان اني اختارت تفضل معاه، وبيطلب منها تستريح شويه اليومين دول، وتاني يوم بيصحى على صوت الخدمات وهما بينضفوا المكان، بس بيتفاجئ اول ما بيلاقي كارت
كارتر دخل عليه الصبح وبيقول له ان الطاير رئيسة الخدمة ماتت امبارح بالليل، والحراس شافوها بعد ما وقعت من الشباك وما كانش باين عليها اي علامات ضرب او اعتداء، وده معناه ان الموضوع مجرد حادثة. روم بيطلب منهم يدفنوها بسرعة وبيعرف كارتر ان في اجتماع مهم بعد الفطار، واول ما كارتر بيخرج بيلاقي بيلا قدامه وقاعده مكانه على الترابيزه وبتاكل الفطار بتاعه، وروم بيعرف ان هي اللي قتلت الطير، وبيلا بتقول له انا بقيت ضيف عندك دلوقتي فقلت اعمل لك خدمه صغيره كده عشان ارد لك الجميل. وروم بيسالها لو تعرف مين اللي بعتها، وبيلاقي معاها الورقه اللي كانت بتبعتها لقصر جارسيا، وبتعرف رون ان هي ما قتلتش طير ولا حاجه، بس عرفت ان هي كانت مخبيه السم في سنتها، واول ما شافت بيلا نطت من الشباك على طول. وروم بيعرف ان في حد خطف اختها رهينه وكان بيهددها بقتل اختها عشان تقتله بالسم، وبيعرف ان اكيد حد من اخواته ورا الموضوع ده بالذات. وبيلا بتعرفه ان ده متوقع بين العائلات الملكيه النبيله عشان كلهم طماعين واهم حاجه عندهم حكم المملكه، وبتطلب من رون يتحرك عشان يلحق اجتماعه. ورون بيلاقي كلت الفطار بتاعه كله وبيحضر الاجتماع وجعان جدا وبطنه بتطلع اصوات، وبروف بيتكلم معاه بخصوص بيع الخامات وبيعرفوا انه باع الكميات اللي عندهم بنص الثمن لمدينه بيلدو وكسبوا 200 قطعه ذهبيه في المقابل، وبعد خصم تكاليف الاكل وبناء السور اتبقى منهم 90 قطعه بس، وطبعا ده رقم قليل جدا ومش هيكفيهم، بس هيقدروا يعدوا موسم الشتاء بكميه الاكل اللي معاهم. ورون هيضطر يدفع تكاليف الجنود من خزنته الشخصيه، فبيسال كارتر عن توظيف الجنود الجداد. كارتر بيقول له ان في ناس كتير قدمت ودلوقتي جمعوا 100 واحد بيتدربوا على القتال، بس شايف ان المجموعه معظمها مزارعين وبايعين في السوق، واكيد دول مش هيقدروا يصدوا الوحوش الشيطانيه، دول مش عارفين يمسكوا السيف اصلا يا عم انت. وكارتر بيعرف ان هم محتاجين عدد كبير من الفرسان، وبيقترح ان هم يطلبوا الدعم من البارون بوريس، وكارتر عنده استعداد يروح يقابله بنفسه لان الموضوع خطير جدا وما ينفعش يخاطر بحياه الجنود اللي معاه. باروف شايف ان ده اقتراح كويس بس بوريس هو المشكله. عمين رون بيوافق على فكرته وبيطلب من كارتر يروح يقابله بنفسه ويبلغه ان الامير رون هيزوره بكره الصبح، وعمنا باروف بيقعد يلعب شطرنج مع رون وبيساله اذا كان بوريس يوافق على المساعده. رون عارف ان احتمال كبير بوريس هيرفض بس ممكن يوافق لو عرف ظروفهم الحاليه، وكمان هو وافق على الاقتراح ده عشان خاطر كارتر بس مش اكتر، لان كارتر فارس مخلص ويهم مصلحه البلد دي. وباروف بيقول له ان كارتر ساذج في اي حاجه تخص السياسه وما يعرفش ان هم بيتعاملوا مع شويه مجرمين زي بوريس والدوق ريان، بس هو بصراحه عنده حق من الناحيه العسكريه للجيش. وباروف بيلاحظ ان رون خسر جنود كتير في الشطرنج وبيقدر يحاصره من كل مكان بيقول له كش ملك، بس رون بيقول له انت دايما بتركز على الافخاخ وهو ده اللي خلاني غفلتك من اول ما بدانا، وبيكون جاب اخر جندي في الاتجاه المعاكس وقدر يكسب باروف بكل سهوله. وباروف بيعرف ان هو معتمد على الناس اللي عنده وبيقولوا ان هم ما عندهمش خبره قتاليه ومجازفه زي دي ممكن تموتهم وتبوظ الخطه كلها، بس رون بيعرفوا ان هم هيتدربوا على القتال وبيكون مجهز مفاجاه لباروف هتقلب الموازين كلها، وبيعرف ان اني بتصنع اسلحه وبيطلب منها تساعده باستخدام قوتها وبيخليها تخرج النار عن طريق انبوب حديد، وده عشان يستخدموه في تشكيل السلاح بتاعه. وانا بتركز كل قوتها على صباعها بس وبتخرج منه شعاع نار يقدر يقطع الحديد بسهوله، وبتنفذ كل تعليمات رون وبتنجح في المهمه، بس فجاه يعني بيغمى عليها من كتر التعب، ورون بيعرفها ان كل ده حصل بسببها وانا ما بتكونش عارفه هو بيعمل ايه بالظبط، بس رون بيعرفها ان قريب هتعرف كل حاجه والسلاح اللي بيصنعه ده هينقل العالم في حته تانية حرفيا. وبالليل عمنا رون بيكون راجع اوضته بعد يوم متعب جدا وبيلاقي بيلا قاعده مستنيه من الصبح، فبيقول لها انا حاسس انك بتراقبيني يا بنت انتي، وبيلا بتعرف ان هو شخص مثير للاهتمام وكمان هي بتحميه هو واني من اي خطر يقرب منهم. رون بيشكره عشان مهتم بيه اليومين دول، بس بيلا بتقول انا عرفت انت بتعمل ايه، ورون بيعرف انها سرقت المخططات من مكتبه وبتقول ان المخططات دي ممكن تفيدها، وبتعرفوا كمان ان هي عندها ساحرات نار في الجمعيه زي اني، بس رون بيعرف انه مش هيقدر تعمل بيه حاجه، وكمان لو سرقته دلوقتي هيقدر يرسم مخطط تاني. وبيلا بتلاحظ انه بيعامل اني بطريقه لطيفه جدا وكمان هي بتثق فيه بعد ما عرفته على حقيقته، وبيعرف ان بيلا بطلت تثق في حد من فتره طويله وما بقتش فاهمه شعور ان الانسان يقدر يثق في انسان تاني. وبعدها رون بيتحرك مع كارتر عشان يزور البارون بوريس وبيكون عنده في القصر بتاعه غرب المدينه، وبيعرف ان بوريس جاب مهندس من العاصمه عشان يبني القصر ده واستخدم فيه اجود انواع الخشب والحجاره، وبيتفشخر قدام الناس عشان بيته بيساوي اكتر من 160 قطعه ذهبيه، ده كانك شاري حته في الساحل كده وبتتفشخر قدام صحابك. ورون اول ما بيوصل بيلاقي بيت بوريس افخم من القصر بتاعه، وبوريس بيعرفوا انه فخور بيه عشان عمل خطه بيدعم بيها البلد، وبيقول له انت محتاج ايه بالظبط يا كينج وانا اوفره لك. رون بيطلب منه مجموعه من الفرسان والاسلحه ودول هينضموا للفريق بتاعه عشان يحاربوا الوحوش، وبيطلب منه كمان يقود الفرسان ويدافع معاهم عن البلد. بوريس مقدر ان هو جاي شخصيا عشان يطلب المساعده بس بيعتذر لرون لانه مش هيقدر يساعده والله، وبيقول له الفرسان اللي عندي لسه راجعين من رحله صيد ومرهقين جدا، انت فاهم الغزال بيجري كتير قوي اليومين دول، ده غير ان قتال الوحوش الشيطانيه موضوع خطر اصلا واكيد مش هيضحي بحياه الجنود اللي عنده. وعمنا كارتر بيكون متعصب جدا وعايز يلبس وشه في الطبق اللي قدامه، وبوريس بيقول له كمان موضوع زي ده محتاج مصاريف، وسمع اليومين دول ان رون معهوش فلوس يدفع لجنوده اصلا، فبيقرر يساعدهم بشويه فلوس من عنده بدل الجنود، بس رون بيمنعه قبل ما يتعصب ويهجم عليه، وبيقرر يمشي قبل ما كارتر يعمل مشكله كبيره، وكارتر بيعتذر لرون على اللي حصل عشان هو كان السبب في الاقتراح ده من الاول، وكان عارف ان بوريس نادله مش هيساعدهم ابدا، بس ما كانش متخيل انه يقلل منهم بالشكل ده يعني. رون بيعرف انه كان متوقع كل اللي هيحصل، وبيقول له على الاقل خدنا منه عمله ذهبيه وهندفع بيها مرتب المهندس كارل الشهر ده، وبيتاكد ان الفرسان والنبلاء مش هيساعدوهم ابدا، وكارتر بيقول ان هم كده مش هيقدروا يكملوا المهمه، بس عمنا رون عامل حسابه على كل
كل ده وبيكون عنده طرق تانية هيفاجئهم بيها قريب. وبنشوف مجموعه كبيره من اهل المدينه موجودين عند السور، وبيظهر شاب اسمه فانر وشكله واخد علقه محترمه، وبيخاف اول ما بيسمع صوت حد بينادي عليه، بس بياخد نفسه تاني لما بيعرف ان هم اصحابه، وبيسالهم عن السبب اللي خلاهم يجوا هنا، وبيعرف ان هم جايين هنا عشان خاطر الفلوس. دول هيدفعوا 10 عملات فضيه كل شهر يا عم الحاج، ده غير بقى الثلاث وجبات وهيوفروا عليهم مصاريف كتيره، واي حد ذكي مش هيفوت فرصه زي دي. وواحد منهم بيقول ان المهمات هنا سهله ومش بتاخد وقت يعني، وما بيكونش ناوي يخش اي معركه ضد الوحوش، وعامل حساب اول ما تظهر يهرب من المكان على طول. وبيطلب من فانر يلعبوا سباق مع بعض دلوقتي، وصاحبه التاني بيسأله عن البنت اللي بيقعد معاها في الحانه، وبيقول له افرض مت في المعركه البنت المسكينه دي هتعمل ايه؟ وبنعرف ان هو بيحب بنت اسمها شيرلي، وفانر بيقول ان هو مش هيموت هنا ابدا، وكمان هيروح يخطب شيرلي السنه الجايه، وهو جاي هنا يجمع فلوس عشان تساعده في الجوازه، عشان لو فضل مفلس كده مش هيتجوزها ابدا. وصاحبه بيقول له انت لو مت اهلك هياخدوا تعويض كبير، والتاني بيقول له عندك حق في كلامك يالا، وبيطلب من فانر يموت هو بس وهم هيقوموا بالواجب. وبعدها بيوصل عمنا الكينج رون، وفانر بينبهر بيه اول ما بيشوفه، ورون بيشكرهم كلهم على المشاركه في المهمه، وبيعرفوا ان هم دلوقتي بقوا اعضاء في ميليشيات الحدود، وهيتدربوا تدريبات قاسيه عشان يبقوا جاهزين للمعركه، بس برضه هيكون في مكافآت على التدريب الصارم، عشان تعرفوا بس يا رجاله ان مش حارمكم من حاجه. والله رون ده يا جدعان اجدع من المدير بتاعي، بس محدش ياخد المكافاه غير لما يعدي من التدريب الاول، وفي الاخر المكافاه بتطلع بيضه زياده على الغدا، وكلهم بيكونوا فرحانين جدا، وشكلهم كده ما شافوش بيضه قبل كده ولا ايه يا جدعان؟ امال لو كان ورك فرح كنت عملتوا فينا ايه؟ ورون بيقدم لهم القائد المسؤول عن تدريبهم، وكلهم بيتفاجئوا اول ما بيطلع ايرون البربري، ورون واثق ان كل الموجودين عارفينه كويس، وايرون يعتبر اقوى صياد عندهم في المدينه، ومستعد يحارب الوحوش عشان يحمي دوله الحدود، وبيوعدهم ان اكتر واحد هيتدرب ويحارب في المعركه هياخد رتبه رسميه ايا كان المكان اللي هو جاي منه. وعمنا فانر عينه بتنور اول ما بيسمع الكلام ده، وبعدها بيطلب من ايرون يبدا معاهم التدريب، وايرون بينادي عليهم كلهم عشان يستعدوا للتدريب الاول، ودلوقتي كل واحد فيهم يفضل واقف على رجله نص ساعه كامله، واللي هيتحرك من مكانه هيخسر وهيعيد من الاول، ولو نجحوا في الاختبار ده الكل هياخد بيضه زياده على الغدا النهارده. وبيعدوا ربع ساعه وفانر مش قادر يمسك نفسه، والشمس بتكون حاميه جدا والكل مش قادر يستحمل، وفانر العرق مغرق وشه وايده بتترعش، وبيكون خلاص جاب اخره مش قادر يتحمل اكتر من كده، بس بيحاول يجيب اخره وبيشجع نفسه كل شويه، وبيقول كلها ربع ساعه واخد بيضه زياده، وهو كله يهون لاجل البروتين برضه. وايرون بيكون واقف ومراقب كل حركاتهم، واول ما الوقت بيخلص فانر بيقع على الارض على طول، وكلهم بيناموا في الظل عشان يستراحوا من التعب، وبيكونوا فرحانين جدا بعد ما نجحوا في اول تدريب ليهم، وفي واحد فيهم مش مصدق انهم هياكلوا بيض اخيرا، والتاني بيقول له انا ما اكلتش بيض من السنه اللي فاتت، وبيلاقوا عمنا فانر نايم على العشب ومش مركز معاهم خالص، وفانر بيقول لهم ما كنتش اعرف ان الوقوف متعب قوي كده، ده طلع اصعب من شغلانتي الاساسيه، وبنعرف ان هو شغال عامل بناء في المدينه، يعني راجل شقيان وبيكسب عرق جبينه برضه. وايرون بيروح يبلغ كارتر ان اول تدريب تم بنجاح، وعمنا كارتر ما بيكونش متقبل وجود ايرون معاهم، ورون بينادي على كارتر بصوت عالي، وفانر واصحابه بيقلقوا من الموضوع، وبيفتكروا ان الملك رون رجع في كلامه، وشكله كده ناوي يضحك عليهم ومش هيديهم البيض النهارده، بس فانر بيقول لهم ان الامير وعدهم ومش هيرجع في كلامه ابدا، لكن صاحبه بيعرفوا ان النبلاء عمرهم ما قالوا الحقيقه، وكل ده ممكن يبقى كلام في الهوا عشان ينفذوا الاوامر، لكن صاحبهم التالت مستغرب من موضوع تاني خالص، ومش فاهم ليه الملك عين ايرون قائد عليهم، وده لان ايرون من شعب الرمال ومش مولود هنا اصلا في المملكه، ودي سلاله اقل بكتير من سلاله النبلاء. فانر بيقول ان ايرون راجل محترم ويعتبر اقوى صياد في المدينه كلها، وصاحبه بيقول ان هو ساعات بيحسد شعب الرمال، وده بسبب قوتهم البدنيه وبشرتهم السمراء، واللي بيخليهم يقفوا في الشمس فتره كبيره من غير اي تعب. وفانر بيلاحظ ان كارتر رجع لايرون تاني، واول ما بيقرب بيقوم يقف على طول، وكارتر بيقول ان الملك رون مبسوط منهم، والكل هياخد بيضه زياده على الغدا النهارده، وكلهم بيفرحوا جدا وبيهتفوا باسم الملك رون، بس كارتر بيعرفوا ان في تعليمات تانيه، وهتبدا الجوله التانيه من التدريب دلوقتي حالا، والمره دي يقفوا ثابتين لمده ساعه كامله، وهياخدوا بيضه زياده كمان على الغدا، ومحدش فيهم مصدق ان هم ياخدوا بيضتين مره واحده، بس كارتر بيعرفوا ان في شرط مهم جدا، وهو ان لو واحد فيهم اتحرك الفريق كله هيخسر، ومحدش فيهم ياخد البيضه الثانيه. وريد بيقول لهم يهزروا النبلاء اللي على الصبح ده يا جدعان، ويانج شايف ان ده مش عدل خالص، ومش فاهم ازاي هيعرف اذا كان حد فيهم يقدر يكمل الاخر ولا لا، وبيسالوا فانر على رايه في الموضوع، بس عمنا فانر بيكون متحمس جدا وعايز ياخد البيضه الثانيه دي باي طريقه، وبيبدا التدريب الثاني وكلهم بيقفوا في صف واحد، وكارتر بيرجع جنب الامير رون مره ثانيه، ورون عارف ان هو عايز يقول حاجه بس محرج منه، وكارتر بيعرف ان هو ماسك في قراراته، بس هو مقتنع لحد دلوقتي ان دول ناس كحيانه ومش هيقدروا يعملوا اي حاجه. وكارتر بيقول انا اتاكدت من الموضوع قبل كده عشان دول من النوع اللي بيهرب اول ما المعركه بتبدا، ولحد دلوقتي مش شايف اي فايده من التدريب ده، وكمان الوقوف في الثبات مش هيخليهم يهزموا الوحوش الشيطانيه، خصوصا ان هم في وقت خطر زي ده، ومفيش حد من النبلاء او الفرسان عايز يقف في صفهم، وكارتر مستعد يضحي بحياته عشان يعلمهم استخدام السيف، بس هو لحد دلوقتي مش واثق في حد فيهم، وبيتعصب عشان خلى ايرون هو اللي يدربهم، وبيعرفوا انه مش من اهل المدينه ولا العاصمه حتى. رون بيقول يعني اساليبك هتخليهم يحاربوا الشياطين بعد شهرين، بس ايرون بيكون شايف ان ده مستحيل، وكل واحد فيهم
فيهم محتاج 5 سنين تدريب على الاقل، وده السبب اللي خلاه مش عايز يدربهم اصلا، وكمان هيحتاجوا 5 سنين زياده عشان يوصلوا رتبه فارس، وعشان كده مهما عملوا عمرهم ما يكونوا محاربين ابدا. وروم بيتراهن مع الموضوع ده وبيعرفوا ان اشوف نتيجه التدريب ده قريب، بس كارتر لسه معترض على وجود ايرون والساحرات عشان كلهم مش بينتموا للبلد بتاعتهم. بس عمنا روم بيطلب منه يفضل يراقب الوضع وبيقول له سيبك بقى من الحوارات دي وركز لي على ده، وبيديله ورقه فيها جدول التدريب للشهرين الجايين ولازم نلتزم بالجدول عشان الخطه تنجح في الاخر. وكارتر بيلاقي في تدريبات كتيره ومنها الجري، وبيتفاجئ اول ما بيشوف اخر نقطه في الجدول وهي انه مطلوب منه يعلم الناس دي القرايه والكتابه. وروم بيقول ان هم لازم يتعلموا قرايه الاوامر وتنفيذها، وبيقرر يدي المهمه دي لمهندس كارل. وكارتر شايف ان الموضوع ده مش هيفيدهم في المعركه، وروم بيقول ان القرايه والكتابه اهم عنصر في القتال، وده اتكتب في تاريخ كل الحروب القديمه. بس فجاه بيلاقي واحد من الجنود يغمى عليه والجنود بتبدا في الانهيار ومحدش بيقدر يكمل التحدي. وبعد ما بيخلصوا اليوم بيقفوا طابور عشان ياخدوا الغداء، وكل واحد فيهم بياخد قطعه خبز مع لحم وبيض وشويه خضار، وفانر بياكل البيض على بق واحد والواد بيعيط يعني من كتر حلاوتها. ويانج وريد بيخشوا سباق على مين فيهم اللي يخلص الاكل الاول، وريد مش مصدق ان هم ياخدوا وجبه زي دي كل يوم، وبيكون مستعد يقف كل يوم 5 ساعات عشانها. ويانج بيقول ان دي مجرد بدايه ومش عارف الامير رون هيعمل فيهم ايه الايام الجايه، بس عمنا فانر ما بيكونش شاغل باله بالموضوع، واهم حاجه عنده ياكل الاكله دي كل يوم. وايرون بيكون قاعد حزين ومش عارف ياكل، واول ما بيشوف كارتر بيرمي الاكل على طول وبيقوم يقف بسرعه ومستني منه الاوامر. وبيعرف ايرون ان التدريب الجديد يبدا الظهر ويخلص عند الغروب، ومطلوب منهم يجروا 3 لفات كامله حوالين المدينه ولازم يكملوا ال3 لفات مهما كان الثمن. ايرون بيساله حد فيهم متاخر عامل ايه يعني. كارتر بيعرفوا ان هم ممكن يساعدوا بعض، وحتى لو واحد فيهم تعب ممكن يجروه بحبل وراه، ولو خلصوا التدريب ده ياخدوا بيضه كمان على العشاء. وكارتر بيكون خلص كلامه بس بيرجع تاني وبيطلب من ايرون يخليهم يناموا بدري النهارده عشان بكره هيبقى يوم تقيل عليهم. وايرون بيقول ان هم هيناموا مبسوطين من كتر الاكل يعني. كارتر بيقول له مش مهم، اهم حاجه يصحوا بدري، وبيبدا تدريب الجري والكل بيجري في طريق واحد، وايرون بيكون ماشي بيتابعهم ومعظمهم بيجري بالعافيه، وبيعرفوا ان هم لو كملوا ال3 لفات هياخدوا بيضه زياده. وعمنا فانر بيكون خلاص نفسه هيتقطع وكل تفكيره دلوقتي في البيضه، وبيكون جاب اخره حرفيا وبيقع على وشه، وبيعرف انه لو فضل على الارض مش هياخد البيضه دي على العشاء، وبيفتكر ان كلهم جريوا وسابوه هنا لوحده ومصمم يقوم يكمل عشان ياخد البيضه مهما كان الثمن، وبيفضل يشجع نفسه بصوت واطي عشان يتحرك. وباقي الجنود بيكونوا وصلوا لخط النهايه، وكارتر بيروح يسال ايرون اذا كانوا خلصوا ال3 دورات. وايرون بيلاحظ ان في 3 ناقصين في المجموعه، وبيفضل يبص حواليه ومش لاقيهم في المكان خالص. وبعدين واحد من الجنود بيشوفهم من بعيد، وايرون اول ما بيوصلوا بيلاقي ريد ويانج بيشدوا في فانر، وعمنا فانر بينهار من كتر التعب، وهما الاثنين بيساعدوه عشان يكمل التحدي. وايرون بيروح يمسكه قبل ما يقع على الارض تماما، وبيعرف كارتر ان كده كلهم وصلوا لخط النهايه، وكارتر بياكد ان الكل خلص التدريب الثالث بنجاح. وبالليل بيتجمعوا في المعسكر وبيحتفلوا بانجاز النهارده، وايرون بيقعد يستريح اخيرا بعد تعب اليوم كله، وبيلاقي كارتر جاي عليه كالعاده، بس المره دي بيبتسم له وبيحيي على المجهود اللي عمله. وبعدين بيعرف ايرون ان في تدريب تاني، وكلهم فاكرين ان هم خلاص هيناموا دلوقتي، وايرون بيسالوا عن نوع التدريب المسائي، فبيعرفوا انه مجرد تجمع للطوارئ. وروم بيرجع القصر بتاعه في نص الليل، بس بيتفاجئ اول ما بيلاقي بيلا مستنيه جوه، وبتعرف ان هو شغال من الصبح وما ارتاحش خالص يا عيني، وحتى هو جاي البيت دلوقتي لسه وراه شغل تاني. وروم بيلاقيها كلت نص العشاء بتاعه عشان كانت جعانه، وبتقول له اللحمه كانت سخنه وما قدرتش اقاومها بصراحه. روم بيقول لها وانت ما اتعلمتيش ازاي تتعاملي مع الملوك ولا ايه، وبيفكرها انها كانت محترمه جدا في اول مقابله ليهم. وبيلا بتتريق عليه وبتقوم تنحني قدامه عشان تثبت الحضور، وبتقول له ان هو كان طالب اكل لفردين اصلا، وكانت فاكره ان هي الفرد التاني وان هو عامل حسابها، بس بتفهم ان هو كان طالب الاكل ده الاني وهي جاب بالغلط. وبعدين بتلاقيه ساب العشاء وقاعد بيكمل المخطط بتاعه، وبتعرف ان كل نفقات الجيش اللي جمعه بيدفعها من جيبه. وبيلا مستغربه هو ليه بيعلمهم القرايه والكتابه، فروم بيقول لها ان ده هيساعدهم يفهموا هما بيحاربوا مين وليه، ويمكن حاجه زي كده ملهاش اثر دلوقتي بس هيبقى ليها اهميه كبيره في المعارك الجايه، وده هيزود عندهم الدافع اللي بيحاربوا عشانه. بس بيلا بتكون مش مقتنعه بكل اللي قاله، وبتقول له ان هم بيحاربوا عشان الاكل والشرب مش اكتر، دول لو اديتهم بيضتين زياده هيحتلوا العالم يا عم انت. روم بيقول لها ان هو ده الدافع في الوقت الحالي، بس بعد كده هيعلمهم المعنى الحقيقي للقتال. وبعدها بيسال بيلا عن السبب اللي بتحارب عشانه، وايه السبب اللي يخليها انضمت لجمعيه تعاون الساحرات. بيلا بتعرفه ان هم مجرد ارواح بائسه عايشه في خوف طول الوقت، واتجمعوا كلهم في مكان واحد عشان يفضلوا عايشين، وما عندهمش وقت للتفكير في الدافع اللي بيحاربوا عشانه، لان البقاء على قيد الحياه لوحده امر صعب جدا. وروم بيكون خلص المخطط بتاعه، وبيلاحظ ان بيلا مشيت من بدري، وبيكون النهار طلع عليه وهو فضل سهران طول الليل، وبيروح يطلع السلاح الجديد بعد ما خلص اخيرا، وبيكون معاه طلقه معموله من الكرات الحديديه. والصبح بيطلع على الغابه مع كارتر وايرون، وكارتر بيعرف ان هو ده السلاح الجديد اللي كان بيصممه، وروم بيعرفوا من السلاح ده بيقتل الاعداء من بعيد، وبيقول لهم ان دي اسمها بندقيه وعملها عند الحداد، وبيعرفوا من السلاح ده بعيد المدى زي القوس والنشاب، بس الطلقه منه بتوصل لمسافات اعلى بكتير، وبيقرر يوريهم طريقه استخدام السلاح. وكارتر بيلاقيه جايب معاه مسحوق اسود،
اسود وبيكون شبه مسحوق التلج اللي طلبوا منه قبل كده، بس رون عدل عليه كيميائيا وحوله لبارود حي، وبيطلب منهم يعملوا زي ما يقول لهم بالظبط، وبيقطعوا الكيس اللي فيه البارود وبيحطوه في مكان الخزنه، وباقي الكيس بيفضوه من فوق مع رصاص المعدن، وبعدها بيجهزوا السلاح وبيرفعوا البندقيه في اتجاه الهدف، وبيكون الهدف المره دي درع من المعدن، ورون بيحذرهم يدوسوا على الزناد بسرعه، ولازم كل واحد فيهم يقف بثبات عشان السلاح بيرتد بقوه، واهم حاجه يختاروا الهدف بكل دقه، واول ما بيدوهم الاشاره بيضربوا النار مع بعض، والدرع بيطير من قوه البندقيه المرعبه، وايرون بيحس ان هو ماسك مدفع بين ايديه، وعمنا كارتر مصدوم من قوه السلاح ده، وبيتاكدوا ان رون مش بني ادم طبيعي زيهم، وايرون بيقول ان السلاح ده قوته رهيبه، ولو كان معاه سلاح زي ده زمان كان دافع بيه عن اخواته اللي اتقتلوا قدام عينه، وكارتر بيسال رون عن حجم انتاج السلاح ده، رون بيعرف ان هم حاليا معهمش غير الاثنين دول، وبيكون طلب من الحداد يعمل نسختين كمان، والاثنين دول هيكونوا جاهزين قبل موسم الشياطين، ورون عارف ان كارتر قلقان من الموضوع عشان سلاح زي ده هيغير مستقبل المدينه والمملكه كلها، وبيقول له ان مهما كان السلاح قوي هيفضل برضه مجرد اداه، لان هو شايف ان السلاح الاقوى هو الثقه والولاء، ومحدش هيقدر يستخدم السلاح ده غير محارب قوي، وبيفكرهم انه عمل الاسلحه دي عشان يستخدموها، وعمر ما الاسلحه دي هتاخد مكانهم في يوم من الايام، وبيطلب منهم يستخدموا البنادق دي ويدافعوا عن بلدهم وشعبهم، وبينزلوا هما الاثنين قدام الامير وبيجددوا ولائهم مره ثانيه. وبنشوف الدوك رايان بيتدرب بالقوس في الجنينه بتاعته، وبوريس طبعا بيطبل له على اي حاجه بيعملها، وبيقول له ايه الضربه الجامده دي يا قائد، وريان سمع ان رون زاروا في القصر من اسبوع، وبوريس بيقول ان رون كان عايز ياخد جنود من عندهم، وطبعا بوريس رفض الموضوع من الاول، وريان بيطلب منه التقرير باللي عمل رون الفتره اللي فاتت، بوريس بيكون بعت له مخبرين بيحققوا في الموضوع، وبيقول ان سور المدينه خلاص قرب يخلص، وكمان سمع ان هم بيستخدموا مسحوق كيميائي بيسرع عمليه البناء، وده اللي خلاهم بنوا جزء كبير من السور في اول شهر بس، وكمان جمع جنود ميليشيات من المدينه وكلهم بيتدربوا في المعسكر من غير اسلحه، ومعظمها تدريبات تعبانه كلها جري وفرادة على الفاضي، وطبعا بيعملوا كده عشان ياكلوا بالطين كل يوم، وريان بيستغرب من الموضوع ده جدا، وبيقول لهم جابوا كميه البيض دي منين يا عم انت، وبوريس بيعرفوا ان رون اشترى اكل الشتاء من مدينه بيلدو وخزن كل كميات الاكل دي في القلعه عنده، وبوريس بيقول ان رون بيضيع وقت على الفاضي وما يعرفش ان اللي بيعمله ده هيجي على دماغه في الاخر، واول ما الشتاء يبدا هتلاقيه جاي لحد هنا زي الكلب بالظبط، وهيفضل يتحايل عليك يا مالك عشان تدخله الحصن بتاعك، وريان بيفكر بوريس لما قال ان السور اتبنى فعلا، ودلوقتي بقى عنده جيش واكل يكفيه طول الشتاء، وده معناه انه عنده فرصه تخليه ينجح من غيرهم، وحتى لو سوره ضعيف وجيشه ملوش لازمه ريان مش هيديله فرصه يكمل الخطه بتاعته، وهيدمر له كل حاجه قبل وصول موسم الشياطين، وشكلنا كده داخلين على احداث اسطوريه الحلقه الجايه، فعايزك في الاول كده تنزل تعمل لايك يا اسطوره وتشترك في القناه عشان فاضل لنا خطوه صغيره على 300,000 باذن الله، واشوفكم في فيديو جديد وحكايه جديده بكره، وسلام.